اقول مش مشكله بقى، انا هفضل طول عمري راجل، انا عايزه احط روج والله العظيم. حياه الرجاله سهله وربنا، حياه الرجاله جميله، كل حاجه بيعملوها بصابونه واحده. يوم ما فكرت اهتم بالسكين كير حرقت بشرتي. مش انا وحشه، انا وحشه وناجحه. اكتر حد بيقف معايا جيراني، ناس انا ما اعرفهاش، ناس ما تخيلتش ان هي تقف معايا اصلا في حياتي. ان انا اكيد هوصل، لان انا تعبت كتير قوي. فقعد يلاقي ربنا مثلا حطه في حته ثانيه، هو يبقى شايف ان الحته دي هي الوحشه، يكتشف بعدين ان هو ده المكان بتاعه. انت عمرك ما هتعملي حاجه لنفسك ولا لعيالك. انت اصلا بتعرفي تعملي ايه؟ بجد عشت طفوله صعبه جدا، ما اتمناش ان انا ارجع. يعني انا دايما يقول لك نفسك ترجعي صغيره، يقول لك لا انا عايزه زي ما انا دلوقتي، لاني انا قوت نفسي عن الاول كتير. هحضنها عشان هي كانت فاقده جدا ان هي تكون تتحضن عامه، وان هي حد يطبطب عليها ويعني كانت فاقده حاجات كتير قوي. ما تشتغليش، الاحسن انك ما تشتغليش، البنت ما تشتغلش، تتجوز وتقعد في البيت. كمان تعب ودخل 57 بقى، كل يقول لي هو انت ليه انت متماسكه كده ليه؟ مش عارفه ان هو هيموت يا جماعه، بعد الشر هو مش هيموت. انا ما جربتش ان انا اكون ست، ما جربتش ان انا اكون ست مع راجل في البيت، ما اعرفش بيعملوا ايه. انا واقفه دلوقتي بدخن صوتي عشان اتكلم مع رجاله اديهم اوردرز يعملوا حاجات. انا اتعاملت معامله، انا كنت هوقف الشغل خالص، قالت لي انزلي وفتحت لي شنطه العربيه حطي الاكل. هو اي شخص ناجح من وجهه نظري هو بيتحارب طول الوقت. يشرفني ان انا اتكلم النهارده عن العمود اللي احنا عايشين من اجله، العمود اللي مش موجود في فرد واحد في حياتنا، موجود في معظم الشخصيات، في جدتك، في والدتك، في زوجتك، في اختك، في بنتك. الست هي رمز السمو، خاصة لو كانت الست المصرية المعافرة اللي بتتعب وبتشقى من اجل اسرتها ومن اجل بيتها. ايه الاخبار؟ منورين الدنيا كلها. جاهزين ولا ايه؟ محتاج ان كل شخص فيكم يعرفني بنفسه تعريف بسيط، اسمه، سنه، بدأ مثلا الحاجة اللي هو بيقدمها او بيعملها من امتى. فتعريف بسيط كده. ايمان، عندي 50 سنه. بدات جروب فرحه اولادنا لرعايه مرضى الكانسر وفرحتهم وخروجهم من الحاله النفسيه السيئه. تمام. فرح محسن، عندي 24 سنه. بدات في الموضوع ده من وانا صغيره. كنت دايما برجع من الحضانه على شغل والدي. حلو. اللي بعده. اسمي زيزي سالم، بدأت المشروع من حوالي 9 سنين وعندي دلوقتي 39 سنة. تمام. اسمي آية، عندي 28 سنة، بدأت المشروع بتاعي من 5 سنين. حلو. يعني البداية سريعا كده، انت قلتي بدأت من 5 سنين صح؟ بالظبط. بدأتي كايه وبقيتي ايه؟ يعني احنا كنت شغاله كنت شغاله في البيت عادي، بزنس صغير. الحمد لله دلوقتي بقى عندي محل معايا ناس شغالين الحمد لله. جميل. ياسمين ناصر، عندي 29 سنة، بدأت تصوير وجرافيك من 13 سنة تقريبا. تمام. دنيا سينجر، عندي 23 سنة وبدأت تصوير من 2018، ويعني كنت بصور، بعمل حاجات، بطبخ يعني للناس اللي بحبها وبس، فصورت فاتشهرت بس. أنا اسمي ريهام المنسي، بدأت وأنا 40 سنة، أنا دلوقتي 46 سنة. لحد 40 سنة دايما بقول كنت بدور على حلمي أو بدور على حاجة يعني. بعد 40 بدأت شغفي، أنا طول عمري بحب المطبخ، وكان حبي يعني للمطبخ ده بسبب أبويا الله يرحمه، عشان أنا مامتي توفت وأنا صغننة 6 سنين، فكنت بعمل معاه كل حاجة دايما في المطبخ، وكان بيحب يعمل لي الأكل قوي بنفسه، فحبيت المطبخ جدا، بس ما كنتش عارفة أعمل إيه ولا أشتغل ولا بعد ما خلصت الجامعة قعدت لحد اتجوزت بدري وأولادي وكده لحد 40. بعد 40 بدأت بقى أبص لنفسي وأهتم، وعملت الصفحة بتاعت الانستجرام، وبدأت أدرس وأخد شهادة في الطبخ وأشتغل في المجال نفسه بس. أنا ضحى محمد، عندي 30 سنة، مش باين عليا.
بشتغل ديليفري او مندوبة شحن من 2019، واتعرفت باسم اسرع ديليفري في مصر. تمام. نوجا وعندي 34 سنة. بدأت السوشيال ميديا من 6 سنين، والسبب ان انا بحب التصوير جدا، وبحب ان انا يعني اي ذكرى مع اولادي تكون موجودة، يعني ده بس. حلو جدا. في بقى انا حاسسكم كده في تنشنه غريبه. انا عايز كذا بعمل كذا، حاسس ان في تنشنه، عايز نفك اكتر الموضوع. يعني احنا عشان بس كل واحد بيعرف نفسه، فحاسس اني انا اسمي كذا فعايز خلاص احنا نبدا الاسئله، فعايز بقى نفك كده والدنيا تبقى جميله. جاهزين؟ ان شاء الله. ايوه عايزين نحس. هل الناس بتقبل الست الناجحه ولا بيحاربوها؟ مش كل الناس بتقبل. في بالنسبة للراجل ساعات ما بيقبلش الست الناجحة، لأن بيخاف إن نجاحه ده يأثر عليه، نجاحها يأثر عليه. وفي ست بتكره إن هي إزاي هي ناجحة وأنا مش ناجحة، وأنا ليه ما عنديش حاجة أعملها. يعني دايما اكتر حاجه دايما بتتقالي انت حيالله بتاعت كنافه، يعني انت ليه اصلا مشهوره وليه الناس بتحبك، يعني انت واحده بتعملي كنافه يعني. فبيستقلوا مع ان هم نفسهم اصلا يعملوا كنافه ويبقوا مشهورين زيي، بس هم دايما بيستقلوا بالنقطه دي، عايزين يحسسوك ان انت قليل مع ان انت ناجح. انت عملت حاجات كويسه في وقت قليل في سن صغير، فانت ناجح. يعني انت قصدك ان الحرب مش بتيجي من الرجاله بس، هو عامه المجتمع كله سواء راجل او ست، ممكن يكون حد بيغير مني فلاقيها مثلا بتتكلم عليا او بتنتقدني او صح؟ لان مش كل الناس سويه نفسيا، يعني في ستات كتير بتحارب وفي رجاله كتير بتحارب. مش شرط يكون الحرب من ذكر او من انثى، لا، في ست كبيره ممكن تقعد تقول ده ابني ما بيشتغلش وهي صاحيه الساعه 7. انا شفت ده بعينيا، انا كنت صاحيه الساعه 7 نازله افتح المحل بتاعي، شفت ست في نظرتها، هي ما قالتليش بس شفت ست في نظرتها ان هو ليه بنت هي اللي بتشتغل وابني عاطل نايم في البيت. طب هو ده ذنبي ولا ذنب تربيتك وذنب ان ابنك هو كده؟ انا ذنبي ايه؟ وخصوصا انا من منطقه شعبيه، فاكتر حاجه بيبصوا عليها كده ان هو ولد ممكن يكون مثلا مش صالح، بيعمل حاجات كتير مش كويسه، فازاي بنت كويسه وما مشيتش في طريق غلط ازاي عملت كل ده؟ ففي حقد بقى، يعني هم عايزينك كويس بس مش عايزينك احسن منهم، عايزينك عادي زيهم. هو الست بتتحارب، يعني طالما هي محبوبة. أكتر حاجة الست بتتحارب عشانها إنها تكون محبوبة. يعني أنا بالنسبة لي الحمد لله رب العالمين كل الأطفال بتحبني، وفي أي مكان والحمد لله رب العالمين وكل الأمهات بتحبني. فلو عملت رحلة أو حفلة لمرضى الكانسر، أنا مش عايزة أقول لك أمهات كتير بتبقى لا والله عشان خاطري خديني معاكي. طب والله لقيت ناس أنا كنت معاهم مشرفة قبل ما أبقى ماسكة جروب، زعلوا مني بالموضوع ده وخرجوني من الجروب، او مش خرجوني، انا اللي خرجت بصراحه لما قالوا لي لا خليكي واحده عاديه في الجروب. فده اللي خلاني لا خلاص طالما انت مش حباني ابقى معاكي. لا هي بس هي الغيره مش للدرجه دي، يعني انا مجرد ناس بتحبني والله مش اكتر من كده بس. انا شايف ان الحرب كلها رايحه ناحيه الغيره، او ان الشخص مش حابب نجاحك في النقطه من نقطه معينه او في الجزء اللي انت بتشتغل فيه او كده، مع ان هي حاجه ربنا اداها لك، يعني هي موهبه ربنا اداها لك انت ما ساعدتلهاش اصلا. هو الست عموما انا شايفاها بتتحارب عموما. يعني لو الست مثلا قعدت تربي عيالها وخلاص هي رضيت بدوت مثلا، ده مش لاقيه تاكلهم. ست نزلت تشتغل عشان خاطر تبقى هي الراجل والست وتصرف على عيالها، دي مقصره، دي اهم حاجه عندها الفلوس. دي بتنام 3 ساعات مثلا وما بتخليش بالها من عيالها، بس بيتها مليان فلوس. هم عموما الست بيتنظر عليها سواء بقى من راجل او من ست. هي الست في المجتمع محطوطه، بس بالذات لما تكون ست ناجحه او ظاهره، هي دي اللي بيبقى عليها الحرب. ما هي ظاهره، فاهمني؟ لو هي اي ست عاديه فعلا مش هيبقى هيحاربوها ليه؟ هي ما عندهاش حاجه تحارب عليها اصلا. بس هو دايما يعني البني ادم بيتحارب من الناس اللي مش قادره توصل له، او انت بتعمل حاجه انا مش عارف اعملها، فاهمني؟ فسواء بقى راجل او ست هتلاقيهم بينظروا عليها وبيحاربوها. بس الكلام ده بيخليكي قويه ولا طبعا. لا هو انا خلاص اوريدي، انا دلوقتي مثلا كل واحد فينا في حرب في حياته،
انا بحارب الظروف، بحارب الاوضاع اللي انا فيها، بحارب اي حاجه بحاربها. فانا هلاقي ناس بتيجي برضو تزود عليا دوت. لا ما هو انا اوريدي دلوقتي انا عندي حرب، فانا مش هركز مع اي حاجات تانية. يعني هي اكيد بتبقى في الاخر ملهاش لازمه، احيانا بتاثر علينا لان هي احيانا ممكن تيجي من ناس قريبه شويه. بس انا ما ينفعش ان انا انساق لدوت، لان انا اوريدي انا عندي حرب وفي الناس ملزمين في رقبتي. فانا لو فضلت بقى ان انا اسيب اللي انا فيه واركز في مين بيحاربني، انا مش هتضر وهضر اللي معايا. تقبل الذات بمعنى اصح. تقبل الحياه، هتقبل ان ده يعني ده معايا مش هيسيبني، ده هيحصل وبيحصل، ومش ما ينفعش افضل بقى طول ما انا ماشي وباصص ورايا وخلاص، هو بيحصل. صح. الست بتتهاجم، بس انا بالنسبه لي انا اكتر ناس هاجمتني بصراحه هي الستات. يعني ما شفتش هجوم قوي من الرجاله اكتر ما شفت من الستات. بس ما ببقاش شايفه سبب تاني غير ان هو مشكله نقص، يعني عندهم مشكله نقص معينه فبيهاجموا اللي قدامهم وخلاص. هو ممكن نقول ان الهجوم اصلا سواء ستات او رجاله يعني هو دايما موجود. هو اي شخص ناجح من وجهه نظري هو بيتحارب طول الوقت. بس اكتر يعني دايما بتبقى دايما ان الست لما تبقى ناجحه اكتر ناس بتهاجمها هي الست. ده بصراحه اللي انا شفته. وانا شايفه ان الستات او الرجاله الناجحين عامه بيتحاربوا ليه؟ عشان هم ناجحين، انت مش عارف تعمل زيهم، فانت مش لاقي حاجه تعملها غير انك تنتقدهم. انت لو لاقي حاجه او حياتك مشغوله فعلا مش هتبص لهم اصلا، يعني هتبقى مشغول في حياتك، هتبص ازاي تنجح، ازاي تبقى احسن منهم. مش بقول ان انا مثلا ببص لك عشان انت يعني احسن مني فلا، طب ما انا اساعد ان انا ابقى احسن منك، مش بنظره اللي هو لا انا عايزه ابقى احسن منك غيره منك، لا عايزه ابقى احسن منك عشان انا عايزه ابقى حاجه. يعني مش شرط ان انا اكون ببص لك عايزه ابقى احسن منك عشان انت في بيني وبينك حاجه، لا طب ما عادي يعني ما ابقى احسن منك وابقى ناجحه وانت ناجح، فيها ايه يعني لما نحب الخير لبعض؟ مش شرط الست اللي بتتحارب، لا الراجل والست الناجحين هم اللي بيتحاربوا. يعني انا شايفه ان مفيش حاجه ليها علاقه بالست بذات نفسها، لا في حاجه بالنقص اللي جوه كل بني ادم. هي فكره النجاح بقى بالظبط، النجاح عامه اي حد ناجح بيتحارب. انت لو مش ناجح مش هتتحارب اصلا، يعني انت لو مش اللي قدامك حاسس ان هو اقل منك، هو اصلا مش هيحاربك ليه اساسا؟ انت عندك ايه بتديهوله او عندك ايه يعني بتعمله اصلا فهو يتضايق منه؟ بس فلا الست والراجل الاتنين بيتحاربوا. لو بمعنى صح لو ما كانش ليك اعداء او ما كانش بالظبط يبقى انت اصلا مش ناجح. صح. بس فلا هو مش الست بس. وعلى فكره دلوقتي المجتمع بتاعنا بقى بيتقبل الست وبيتقبل نجاحها، يعني قليلين قوي اللي مش بيقبلوا الست كست ناجحه، لا هو دلوقتي بسم الله ما شاء الله الاتنين بيتهانوا لو نجحوا. بس انا بالنسبه لي بصراحه بحاول ابص للجزء الايجابي. يعني انا مش من الناس اللي دايما ببص اللي لا انا بتهاجم انا في مش عارف ايه، لا حتى لما ابتديت اعمل كونتنت على السوشيال ميديا لقيت ان 80% الناس مشجعاني وخصوصا البنات. بصراحه انا اصلا من تفاصيلي الكونتنت اللي انا كنت حابه ان انا اقدمه ان انا اشجع كل البنات ان هي تشتغل وتعمل حاجه وتكبر. وانا دايما بقول حتى اي كلاينت بيجي لي او اي بنت لسه بتبدا وبتبعت لي رسائل او كده ببقى حريصه جدا ان انا اقول لها يلا وانا في ظهرك، انا معاكي هساعدك باي حاجه بقى. مش هقول لك ان انا ما لقيتش حد بيهاجمني لا لقيت بصراحه، بس كان 20% بصراحه من الكومنت اللي كانت بتجيلي تضايقني. بس بصراحه كنت ببص على الجانب بقى اللي هو 80% داخل بيرد على 20% وانا تمام. يعني انا اللي بحاول اهدي ال 80% دول ان هم يبقوا تمام. ال 20% التانيين اللي كانوا فيهم كومنتات بقى سلبيه ومهاجمه وكده كانت شباب. ده كده يعني كفكره الشغل، يعني اللي انت كفكره الشغل، كفكره ان انا اصلا طالعه بقول له معلومه مثلا معينه هو سايب المعلومه وبيتريق على اي حاجه تانية. طب ركز على المعلومه. يعني انت قاعد، المشكله ان انا بقى لو يعني حبيت اخش مثلا على الاكونت اشوف الشخص ده ايه في حياته او حاجه، بتفاجئ بقى في صدمه، بخش الاقي صدمه في الاكونت اللي هو انت مين؟ انت انا مش حاجه يا عم، انا مش حاجه. بس لما بخش بقى الاقي صدمه اللي هو ده شخص مش ايه ده، في ايه ده انت فراغ بطريقه بشعه. فانا بشوف ان الناس فعلا اللي بتهاجم دول بيبقى جواهم ولا حاجه، هو مش واصل لاي حاجه. يعني هو صباح الخير انا هأذي في دي وهأذي في دي ودي، مش باصص لاي حاجه تانية.
لكن فكره الهجوم لا والله، انا بقيت بلاقي البنات بتساعد بعضها اكتر، بيشجعوا على حاجه زي كده. ممكن بقى في ناس جواها مش ألذ حاجه، بس انا بصراحه يعني من بعد حاجات كتير قوي حصلت لي في حياتي بقيت ببص على الجزء الايجابي اكتر، لان ده انا بستمد بيه الطاقه بتاعتي بس. جميل. هو انا شايفه ان الطبيعي الناس مقسومه شويه ايجابي وشويه سلبي، فكده كده لازم تلاقي حد ينتقدك على اي حاجه، حتى لو انت ماشي في الشارع لازم تلاقي حد بيبص لك على اي حاجه بقى. فما تتوقعش ان في حد ممكن يعجبه الناس يقول ده كل الناس بتحبه، مستحيل ايا كان انت بتعمل ايه لازم تلاقي حد ينتقدك. الفكره بقى في الطريقه اللي الشخص بينتقدك بيها، الطريقه هي دي اللي بتضايق. يعني الهجوم، في فرق ما بين الانتقاد والهجوم. الهجوم دي ده الشخص ده غريب جدا، اللي هو تلاقيه اجريسيف قوي ومش عاجبه اي حاجه انت بتعملها. الانتقاد بيقول لك لا، انا الحاجه اللي انت بتعملها دي انا شايف انت ممكن تغيرها او تبدلها. زي انا عشان بشتغل ديليفري، ما تشوفي لك شغلانه تانية. انا وهي جت غصب عني. يعني البنت تقول انا عايزه ابقى دكتوره، عايزه ابقى رسامه، ابقى مهندسه، فكنت تقولي عايزه ابقى ديليفري. دي حاجه غريبه قوي، هي جت غصب عني فحبيت، قلت لا انا حابه ابقى ديليفري وهستمر في الديليفري. فمن هنا بقى الهجوم جه من هنا بس. لكن كده كده انا مع الانتقاد طبعا. انا مش مع الهجوم بقى اللي هو بيبقى بطريقه وحشه والشتيمه وكده ولا وما ينفعش، الطريقه نفسها ما تغلطش فيها بمعنى صح. تقبلني انا كده، وكده كده مسير الحاجه دي تنتشر. يعني الاول كانوا بيقولوا لا يعني ايه دي بنت ديليفري، انت لو مشيت في الشارع هتلاقي اي سكوتر هتلاقيها بنت ديليفري، فخلاص والمجتمع على فكره بيتغير والتفكير بيتغير كده كده خلاص. يعني المجتمع لازم يتقبل الست في كل حاجه، والراجل برضو. لو كانوا بيقولوا لا الراجل ما ينفعش يطبخ، دلوقتي الشيفات الرجاله بقت موجوده اكتر من الستات، فخلاص بقى. طيب هو الهجوم موجود طبعا، وانا دايما بشوف ان الهجوم سببه اي تغيير. احنا عادة بنرفض التغيير، ففكرة ان انت مثلا فجأة عملت حاجة جديدة، اي حاجه بقى، فتحت بيزنس، فتحت محل، عملت، هتلاقي ناس بتنقدك. انا بقى هتعامل مع ده ازاي؟ يعني انا بشوف ساعات انتقادات فعلا من ستات بتبقى قاتله ومضحكه في نفس الوقت، اللي هو زي ما ياسمين قالت كده، اما بدخل ابص عند الشخص بحس يعني ما فيش حد ناجح هيلتفت اصلا انه ينقد الناس. انا مقتنعه ان اي بني ادم ناجح هيبقى مركز على نفسه اكتر. فالفكره كلها بتبقى ان اللي بينقد ده هو عنده مشكلة، فأنا مش هتعامل، يعني أنا مش بديله بصراحة اهتمام قوي، لأن أنا بعمل حاجة لنفسي فأنا عاوزة أعملها وعايزة أركز عليها. يمكن السن، يمكن من 10 سنين ورا مثلا كان ممكن أنا أقف قوي وأعطل عند حتة النقد أو حتة المحاربة أو حتة المعايبة، لأن إحنا بنحب نعايب. زي ما قلت لك أي تغيير الناس بتحاول إن هي تعايب أو تنتقد التغيير. وعايزة أقول لك من المقربين، يعني الناس اللي أنت من الأهل وكده ممكن تغييرك يخضهم. وعلى فكرة هو حبا فيك، يعني ممكن الأهل يبقوا خايفين عليك فينصحوك نصايح أنت تحس إنها فيها وجع أو فيها حرب أو فيها تعطيل للحلم والهدف بتاعك. فأنا بتعامل معاه النهاردة بطريقة مختلفة شوية. أنا مركزة على نفسي، أنا كنت فين امبارح، فين النهاردة، فين بكرة، ماليش دعوة بحد. لأن لو قعدت بصة مين بيحارب أو كده هعطل جامد قوي، فأنا مش عايزة أعطل بصراحة. فاتني كتير بقى، فاللي هو عايزة ألحق يعني. بس جميل. بص، عادة اللي بينتقدك اكتر اللي حواليك، اللي هم عارفينك ان انت كنت ايه وبقيت ايه، ده اصعب. لان الغريب دايما بيشجعك. يعني احنا نجحنا اصلا في السوشيال ميديا من الناس الغريبة، الناس اللي ما تعرفناش دايما بتدعمنا. لكن اللي حواليك دايما بيحاول ايه، اللي هو رافض ان انت تبقى كويس. انت اصلا كنت ايه وبقيت ايه، فدي صعبة قوي ان انت تحس ان الاقرب ناس لك اللي هم يبقوا دعم ليك هم اللي عايزين يوقعوك. ويا سلام بقى لو شافوك ان انت ناجح والناس بتحبك وبدأت ان انت تظهر وبدأت مثلا نعمة ربنا زي ما بنقول بالشعب كده تبان عليك، لا ده هم رافضين تماما. لا انت لازما، انت مقصرة في بيتك، مقصرة مع جوزك، فلا يحاولوا يسخنوا بقى من الناحية التانية عشان تنزل. فاللي بيدعمك دايما الناس الغريبة. لكن القريب منك هو حاقد عليك عشان شافك بقيت في حتة تانية هو مش حابب يشوفك فيها، هو عايزك زيه بس كده. انا يعني كل اللي قاعدين لقيتهم متفقين في فكره ان الست بتتحارب، ولكن مش الحرب اللي جايه من المجتمع
مش من الراجل زي ما كان بيتقال قبل كده ان الراجل هو بس اللي بيحارب الست. اصبح دلوقتي الست بتحارب الست والراجل بيحارب الراجل. عامة النجاح يعني الحرب تتلخص في ايه؟ في النجاح. الاتنين حسيتهم طريق ماشي مع بعض، يعني من كلامكم حسيت ان الاتنين متلازمين مع بعض. جميل. ايه الكلمة اللي اتقالت لك وندمتي انك سكت عليها؟ لا، كلام كتير قوي بيتقال، ندمت ان انا ما ردتش عليه. بس اكتر حاجة يعني بتتقالي وبسمعها كتير، هو انت ليه يعني انت ازاي بنت وبتعملي كل ده؟ بحس ان هم دايما مش فاهمه، هم مستكترين عليا ان انا في نجاح، ولا مستكترين عليا ان انا في شغل، ولا مستكترين عليا ايه بالظبط؟ يعني مفيش حد مثلا يقول لي ده ربنا يعينها، ده بتصحى كل يوم الساعه 7 مثلا واقفه قدام فرن في عز الحر في شهر 7 في شهر 8. لا، مفيش حد بيقول كده. اكتر حاجه ببص ايه ده بنت. انا كلمه اتقالت لي ازاي، اصل احنا 5 بنات، ازاي 5 بنات واقفين في محل مشغلينه من غير راجل؟ انا والله ما عرفت ارد يعني. اصل وراجل اللي بيقول الكلام ده يعني، طب قول ما شاء الله، يعني قول ما شاء الله 5 بنات. يعني دي مش حاجه حلوه على فكره، يعني هي حاجه حلوه وحاجه وحشه في نفس الوقت. احنا 5 بنات واقفين شغالين، يعني حصلت حريقه، هبقى انا اللي واقفه قدام الحريقه، والناس بتبقى عايزه تشمت اكتر مثلا، ما عايزه ان هم يساعدوك. فحصلت حريقه انت اللي بتقف تعمل الحريقه، حصلت حاجه في الكهرباء انت اللي بتقف تعملها، حصلت حاجه في اي معده انا اللي بقف اعملها، اي حاجه. يعني انا مش فكره بس انا واقفه بصنع في محل، انا واقفه مسؤوله عن محل كامل من كل حاجه. مشكله، حكايه، حد عايز يأذيني، حد عايز يرازيني، حد ممكن يجي يعمل انا حصلت معايا كذا مشكله في المحل من غير اي سبب، عشان هو شايف اني بنت وانا شاب واقف على الناصيه ما بعملش حاجه، فانا هخش بقى اضايقها. وحصلت خناقات بتلامس بضرب. ازاي ولد يقف يتخانق مع بنت في الشارع؟ وليه اصلا؟ وليه تحطني في دماغك؟ ليه نوصل للنقطه دي اصلا؟ طب انا في حالي، انا بنزل اشوف اكل عيشي من 7 الصبح لحد 11 بالليل، انا في حالي بصنع حاجه، بعمل حاجه، بتقابلني عواقب كتير قوي بتخليني اكره نفسي، عواقب كتير قوي بتحصل. فليه ليه ولد يبص البنت في نقطه زي دي؟ يعني كفايه اللي هي فيه، يعني على الاقل انت عندك مثلا بابا وماما بيصرفوا عليك فخلاص يعني. طب سيبها بقى، يعني كمان داخل تضايقها، كمان مثلا تبص لها نظرات، حكايات، ليه كل ده يحصل؟ طب غياب جزء اللي هو الراجل زي ما انت بتقولي، اللي هو السند او الراجل او ده مؤثر عليكي، مخليكي مش قادره تكملي؟ لا، مخليني بكمل عادي، بكمل حياتي عادي. بس في حاجات كتير ببقى محتاجة حد زي كده معايا. في حاجات كتير بتحصل، انما انا كست مش عارفة اتصرف. حاجات كتير بتحصل، حاجات كتير، سواء ذهنيا سواء بدنيا، حاجات كتير بتحصل. بس انا يعني ابسط حاجة قالت لي اتصرفي، انت مش صغيرة انت اتصرفي خلاص بقى، مش انت جامدة، مش انت عاملة جامدة، فاتصرفي. وبتتقال من اقرب ناس ليكي، بتتقال من اقرب حد عندك. في اتصرفي، وقعتي في مشكله اتصرفي، انت قويه، انت جميله وزي الفل، مش طالعه تقولي للناس انك شغاله وجامده وقويه. لا، اتصرفي. اكتر حد بيقف معايا جيراني، ناس انا ما اعرفهاش، ناس ما تخيلتش ان هي تقف معايا اصلا في حياتي، ناس ربنا بيبعتها لي عشان تقف معايا. مثلا حد قريب مش فارق معاه اصلا انت تنجحي تفشلي تسقطي تقعي، ولعتي في المحل، تصرفي براحتك. اتسرقتي، بيحصل حاجات سرقه كتير، بيحصل حريقه كتير، خصوصا انا بتعامل مع انابيب، لسعات كتير، بهدله كتير، حاجات كتير قوي بتحصل. فما بتلاقيش حد معاك غير الناس اللي في الشارع، ناس انا ما توقعش ان هي تقف معايا اصلا. اقرب حد بيبقى مش فاضي، مع ان المفروض ده فرض عليك، ازاي مش فاضي؟ يعني ايه مش فاضي؟ فهي في الحياه في العموم مش سهله. هي الكلمة اللي اتقالت لي، يعني انت ازاي قادرة تستحملي بعد وفاة بنتي والحادثة والمشاكل اللي حصلت لي في الفترة دي؟ انت ازاي قادرة تستحملي وقادرة ومتماسكة؟ ازاي انت متماسكة كده؟ قلت لهم انا متماسكة عشان انا في ناس ورايا مسنود عليا، ولادي وجوزي، وانا بحبهم جدا ونفسي ان هم ما يقعوش. انا مش عايزة اقع، انا عايزة افضل واقفة. لما جه كريم كمان تعب ودخل 57 بقى كل يقول لي هو انت ليه انت متماسكه كده ليه؟ مش عارفه ان هو هيموت؟ يا جماعه بعد الشر هو مش هيموت،
ان شاء الله يبقى كويس. طب انت جايبه الثقه دي منين؟ قلت لهم من ربنا واقف جنبي. انا عارفه ان ربنا واقف جنبي. لما بنتي تقع وتتوفى وانا استحمل ده، فربنا عالم بيا وحاسس ان انا مش لو انهارت كل اللي ورايا هيقع. لان طبعا انا جوزي تعب جدا بعد بنتي ما توفت، ما بقاش يقدر ينزل ولا يتحرك، منهار نفسيا. بمعنى صح، كل لما بينزل ويلاقي بنت زي بنته في الشارع هو ممكن يجري وراها دي بنتي، ومجرد ما يبص وشها لا يتخض ويرجع. خلاص هو رفض فكره انه ينزل من البيت، فكر يعني رفض ان هو يتعامل مع الناس اصلا. خلاص هو انا خلاص مش هنزل. فكان لازم اقف ولازم اكمل. وكريم انا كان عندي هدف وكنت دايما اقول ان شاء الله يخف. طب انت ليه؟ هو يا بنتي خلاص، لان كان عندنا حاله في العيله وتوفت قبلها. قلت لهم والله انا عارفه، انا مؤمنه بربنا وعندي يقين بربنا ان زي ما انا بسعى ان ابني يخف، انا مش هرجع، انا هفضل وراه لغايه ما يخف. والحمد لله هو خف. الحمد لله. بص، هو عموما كلنا بنمر واحنا ماشيين بيتقال لنا كلام كتير بيأثر، بس انا ما بقاش يأثر فيا كلام اي حد غريب، لان الحمد لله يمكن الغريب دلوقتي بقى الغالب في ظهري، ويعني مش مؤمنين بيا قوي. بس هي الكلام اللي انا بيتقال وما يعني هو مش انا ما قدرتش ارد عليه او ندمت ما ردتش عليه، هو ما ينفعش ارد عليه. يعني ممكن حد من الاهل مثلا تبقى انت شايف مثلا انت في نقط ضعف معينه، فجي راح رميها لك، فلو انا اصلا يا جدعان انا متعور، فانت جاي تعمل كده ليه؟ يعني فاهم؟ ومش مره مش اتنين، وانت ما عندكش، ما ينفعش ترد. انت هترد تقول ايه؟ هترد تقول ايه؟ يعني من الكلام اللي اتقال لي مثلا، انت عمرك ما هتعملي حاجه لنفسك ولا لعيالك، انت اصلا بتعرفي تعملي ايه؟ انت فكرك ان كل ده حاجه؟ انت ولا حاجه. اللي هو انا لا انا يعني انا اوقات كتير بقعد مع نفسي فعلا ساعات اللي هو ايه، انا لسه انا ما عملتش حاجه. اللي هو الناس كلها شايفه انت عملتي حاجه، انت عديتي شوط كبير قوي من ولا حاجه، الحمد لله بقيتي في حاجات. بس اللي هو لا، اللي هو انتوا مش شايفين، هو يعني حد قريب، انت فاهم يعني. خلاص انا مش هعرف اتكلم، مش هرد، لان ما ينفعش تيجي منكم انتوا، يعني من الشخص ده ما ينفعش تيجي من، حتى لو انا اوريدي ده ما اللي هو الوجع لما بيجي من القريب بيبقى اصعب بكتير. خلاص انا مش هينفع اتكلم، يعني انا مش هينفع اتكلم. مش عايزه اعيط بقى، كفايه. بص، اكتر كلمه اتقالت لي في الاول ان انا مش هقدر، لان انا بدات كانت ولادي تقريبا الكبير فيهم كان 1.5 سنة والصغيره 6 شهور. بس بدات في مشروع الاكل البيتي وبداتها الاول حاجات فروزن، فكنت فاكره بصراحه في الاول برضو ان انا مش هقدر، يعني عشان الولاد كانوا صغيرين. بس اكتشفت لا، انا ربنا كان مبارك لي في الوقت، وكان كمان اهلي في ظهري كانوا بيساعدوني، فالموضوع تطور والموضوع كبر. وبعد ما ولادي كبروا لا، اكتشفت لا، انا الحمد لله عرفت ان انا اوقف ولادي، والحمد لله عرفت اوقف مشروعي. فهي كانت دعم على فكره ليا، يعني جمله مش تقدري، لا انا اشتغلت عليها وكانت دعم ليا، كانت حافز. كانت حافز وقدرت الحمد لله. الحمد لله. يعني هو زمان كان ممكن حد يأثر عليا بكلامه او كده، بس اكتسبت مناعة، يعني اللي هو مش انت شايفني وحشة، انا وحشة، ربنا يولع في جدتك خلاص يلا امشي بقى عشان ما هينكش. فدلوقتي بقيت صحتي النفسية اهم بكتير قوي من كلام الناس، اللي هو مش انا وحشة، انا وحشة وناجحة. ايه الاخبار بقى؟ انت عملت ايه في حياتك؟ ما عملتش حاجه. انا فود بلوجر، وانا بروح اقيم الاكل، باخد مش عارفه انت عرفت تعمل زيي؟ ما عرفتش؟ طيب خليك ما تعرفش، وانا قاعده هنا بعرف وبعمل كل اللي انا نفسي فيه، وانت قاعد محلك سر انتقدني. انت شاطر بس انا اشطر منك، عشان انا يعني مش هتاثر بكلامك. بس فعلا ممكن ياثر عليا، ممكن كلام اهلي يعني ماما بابا، لكن اي حد غريب لا، يعني انا مش شايفه ان هو يستاهل اصلا ان انا اقلل من صحتي النفسيه او اقلل من مزاجي عشان خاطر ان انا
اتعصب عشانك، لا انا مش هعمل كده، وبالعكس انا ما بعملش كده اصلا، ده بينرفزك اكتر، فانا عايزاك تتنرفز اكتر، فتنرفز بقى، ربنا معاك وانا هنجح وانت تنرفز يعني. بس هي معادله، تعالى بقى ننرفز في بعض، انا فاضيه وانت فاضي، بس مش هنرفز نفسي، انا هنجح، انا هاخد كلام ده سلالم ليا، هطلع كده عليها، مش هبص لك اصلا. بس بص، هي مش كلام يعني، مش كلمة، ده كلام ومواقف وحاجات كتير قوي مريت بيها. مش عشان انا عايزة اطلع طاقة ايجابية دلوقتي واحسس الناس ان الدنيا حلوة، معنى كده ان انا ما مريتش بحاجات. والله مريت بحاجات صعبة جدا جدا، منهم كنا بنتكلم قبل التصوير على موضوع الجلطة والحاجات دي. بس يعني ابسط حاجة، مش عارفه احكي لك بالظبط ايه اللي انا مريت بيه، بس انا متاكده انا مريت بمواقف انا لحد دلوقتي فاكراها، بس حتى من كتر وجعها فيا انا مش قادره احكيها، من كتر ما هي اثرت فيا قوي انا مش قادره احكيها. بس انا شايفه ان المواقف دي وصلتني لمرحله دلوقتي متاكده وعندي ثقه ويقين بربنا ان انا هوصل لحاجه انا ما كنتش متخيلها، بدليل اللي بيحصل معايا دلوقتي او في الفتره اللي انا فيها. انا متاكده ان اللي بيوصل دلوقتي، اللي بيحصل ده دلوقتي، ده ترتيب كله من عند ربنا، انا متاكده بيه. واكيد كل الكلام اللي وجعني وجات عليا فتره كبيره اتاثرت قوي بيه، انا متاكده ان هاخد مكانه كلام حلو قوي من الناس، بدليل ان انا دلوقتي الحمد لله الحمد لله الاكونتات بتاعتي في ناس بتقول لي كميه كلام حلو قوي، فبقول اكيد اكيد ده عوض لكل كلمه زمان انا سمعتها كانت وحشه بجد. ومن اكتر الكلام ان هي فكره انتي مش هتقدري، ما تعيشيش دور مش دورك، بلاش جو ان انتي مسترجله ده بالله عليكي عشان مش عارف ايه. لا، انا استرجلت عشان انا نزلت في شغلانه ما كانتش لسه للبنات. اكيد انت عارف حاجه زي دي. انا نزلت في شغل، انا بدات في مطابع، فكنت حواليا صنايعيه شغالين في الورق، يعني كنت لازم اتعامل ان انا راجل زيهم. لا انت، انا راجل. كنت بقى اخش اقف قدام المكنه، ورقه اتحشر، اخش مكان المهندس، اشوف امشي دنيتي واتعامل وابيع واقف. فكنت في حته فيها رجاله كتير قوي، فكنت عايزه اخش انا واحد زيكم، عشان طبعا انتوا اكيد عارفين احنا بنشوف نظرات كتير قوي قوي وحشه لما تنزلي وتشتغلي وتعملي. وفي الاول كان الموضوع مش زي دلوقتي، سني مش كبير قوي، بس لقينا يعني من 13 سنه ما كانش لسه فيه اللي احنا فيه دلوقتي. فكنت لازم ابقى كده، لازم اخش في الحته دي واكون ابقى زيكم بمعنى اصح. لو انا مش هشوف اي حاجه غير ان انا لازم ابقى كده وهوصل، يعني هوصل. فتوفيق ربنا بقى بعد كده هو السبب في اي حاجه انا فيها يعني. بس انا بحس فكره ان كلمه الست ب 100 راجل بتقلل من انوثه الست خالص والله. يعني احنا ممكن نقول ان هي ست قويه وبتشتغل وبتعافر، ولكن تشبيه اللي هو الست ب 100 راجل، انا بقتل الانوثه بتاعت الست ذات لا تنسى ان هي ست، بالعكس. خلاص الست بتنسى ان هي ست. لازم حد يجي يفكرها انت بنت، انت ست. انا حرفيا بقيت نسيت انا حرفيا لحظيا بقيت نسيت ان انا بنت اصلا. لولا حد جه قال لي لا فوقي، انت مش راجل، انت عشتي الدور ده غصب عنك، بس انت مش راجل. فبس من كتر الضغط الست فعلا بتنسى ان هي بتعيش حياه الراجل. تصحى الصبح تغسل وشها، تنزل تلبس القميص والبنطلون وتشوف شغلها وتنسى بقى، بلا كريمات بلا مكياج بلا. انت خلاص بقيتي فعلا الست، كلمه ست ب 100 راجل، فانت اتطبعتي بطباعه، عشته، بقيتي ست ب 100 راجل. انت ست بس انت راجل. فالست من كتر الضغط يعني اللي عليها بتنسى ان هي ست. انا لحظيا عشت الحياه دي، عشت ان انا نسيت ان انا بنت، نسيت كانوا بيعملوا ايه البنات اصلا، يعني بيعملوا ايه بجد. يعني بجد كنا بنحط روج وكنا كنا بنعيش الحياه دي زمان بقى بجد. انا ازاي دلوقتي بقيت راجل كده، وازاي بقيت لحظيا حد قال لي لا فرح فوقي، انت ما تنسيش انك بنت، انت في الاول وفي الاخر بنت. ايوه انت برافو عليكي شابوه، بس انت في الاول وفي الاخر بنت. عيشي ده، عيشي حياتك عادي، بس انت بنت. روحي اعملي كل الحاجات البنات بتعملها، والبسي زي البنات، واخرجي زي البنات، اعملي كل حاجه، عيشي حياتك، ما تخليش الشغل ياخدك كده.
احنا من كتر ما بقينا خلاص عمليين زيادة عن اللزوم والطموح احنا شايفينه في اخر، واحنا عمالين بنجري ففعلا بننسى نفسنا. يعني انا يوم ما فكرت اهتم بالسكين كير حرقت بشرتي. فاللي هو ده صعب فعلا حقيقي والله. بس هو الشغف طلعت حياة البنات صعبة برضه، بيحطوا حاجات الصبح كتير، بيعملوا حاجات كتير قوي الصبح. ده في موال يعني في ساعتين كده لازم في حاجات. لا انا كده مش هلحق المحل بتاعي يعني يا جماعه. حسام بلوك يلعب، انا انزل اتحرق احسن. حياه الرجاله سهله وربنا، حياه الرجاله جميله. نقوم نغسل وشنا هو كل حاجه بيعملوها بصابونه واحده. الرجاله كل حاجه. تخيلي بقى انت مطالب منك كل جزء في جسمك يقول لك في سكين كير للايد. ايه اللي عامل لها سكين كير ورجل وباديكير والوش والحواجب ليها حته والايلاينر. انا لا ايه يا جدعان من قريب بجد هي فعلا هي حياه البنات جميله. انا مش بقول كده ان هي حياه صعبه علينا، مش صعبه، هي عشان احنا ما تعودناش عليها غصب عننا، اتحطينا في ظروف بقينا احنا الراجل. في نفس الوقت مطلوب مننا نكون ست الراجل. يعني يكون في حياتي شريك ان انا ابقى له ست، يعني اعيش مشاعر الستات اللي انا ما اعرفش بتتعاش ازاي اصلا. فانا زي ما بيقولوا ايوه انا غريب علموني. بجد انا عايزه اكون زيكم بقى يا جماعه. بتعملوا ايه؟ بس انا معلش عايزه اقول حاجه والله برضو، ده احنا مش بنقلل من البنات اللي بتهتم بنفسها. في بنات دلوقتي ما شاء الله عليهم هم عاملين شوط جامد جدا جدا ومهتمين بكل حاجه. بيقدروا الوزن. احنا ممكن انا ياسمين نفسي انا ما قدرتش بصراحه اوازن. انا عندي خلاص مش قادره اعمل ده. لكن شابوه جدا لاي بنت بتقدر يعني يبقى في موازنه ما بين ان هي تهتم ببشرتها ونفسها وكل ده وشغلها طبعا. يعني دول بقى يستحقوا بجد ان هم يطلعوا يتكلموا عن او يدوا نصايح، يدونا احنا بقى نصايح نعمل ازاي كده يعني. والله كلكم تستحقوا احسن حاجه بجد والله. شايف ناس مجتهده وناس بتشتغل، ناس بتحاول وعندها اصرار، فده يعني في حد ذاته قوه انتوا مش حاسين بيها، بس لو حسيتوا بيها هتلاقي الدنيا افضل بكتير. انا لما عشت حياه البنات حسيت قوي بتامر حسني لما في الفيلم لما عاش دور مراته لما غضبت عنه وقال ايه ده، شابوه للستات بجد، شابوه بجد للستات، شابوه لاي ست بتعرف تعمل كل الحاجات دي بجد، جامدين قوي. احنا كنا هنا هو كده اتقال لي كلام كتير قوي وحش من اول ما بدأ لحد دلوقتي. على فكره بيتقال لي كلام وحش برضه. بس اكتر كلمه بتنرفزني وبتتقال بقى للبنت او الولد، دي عايزه او عايز يعمل ترند. خلاص بقى ما احنا في عصر السوشيال ميديا وكده، دي عايزه تعمل ترند ايه. هي الكلمه دي اتقالت لي اكتر بعد الحادثه بتاعتي. انا عملت حادثه كبيره جدا جدا بالسكوتر، انا كنت هموت. كانت على طريق القطاميه وكنت جايبه اخر العداد بتاع السكوتر وما كنتش اعرف ان في نفق، ودخلت بالسرعه دي في النفق، دخلت في الحيطه بقى وطرت انا والسكوتر، وكانت حالتي وحشه جدا جدا جدا. ايدي اتكسرت وحصل لي كدمات في رجلي، ما كنتش بمشي، كنت قاعده على كرسي كده ما كنتش بمشي خالص، كانت حالتي سيئه جدا جدا جدا. بعد المنظر يقولوا ده عايزه تعمل ترند، ده مش مكسوره ليه بقى؟ عشان انا كنت لما انت بتتصور، لما حد بيصورك ولما بتيجي تتصور في المرايه الصوره بتتقلب، فمره ايدي اليمين تطلع مكسوره ومره الشمال هي اللي مكسوره. بيقول لا دي بتعمل ترند، ده مش مكسوره ولا حاجه. قلت هو في ايه؟ انا بقى لما جيت بصيت في الصور قلت لا ده هي فعلا الصوره، بس انت لما يعني المفروض يركزوا ان الصوره في المرايه فالطبيعي ان هي بتقلب. لا ده ترند ايه؟ ترند. وبقيت بوريهم الكسر، هو قال لي ترند، انا مش فاهمه، ومتصوره ورجلي متعوره وبتاع، بس يعني عملت عليها بلور وكده. لا هو انتوا ازاي كده بجد؟ وازاي ممكن حد يقول ان هو طلع عمل حادثه كبيره وهيموت ويقول ان ده ترند؟ انا مش فاهمه ازاي يعني بجد. والدكتور قال لي على فكره انت بجد اعجوبه ان انت ما حصلكيش يعني مضاعفات ان هو يعني شلل او كده. يقول لي انت كويس ان انت اصلا مشيتي بعد الحادثه دي، هي كانت حادثه كبيره جدا جدا جدا، هي دي اللي شهرتني على فكره.
لان انا بعدها نزلت بوست وقلت يا جماعه لو حد معاه اوردرات بقى خفيفه، انا مش عارفه اسوق السكوتر او كده، هشيل بقى الاوردرات على ايه، على الايد السليمه. البوست ده وصل ل5 مليون ومشاهير كلموني وبتاع. لا ده هي عايزه تعمل ترند. هو في حد ايده مكسوره وينزل يشتغل؟ هتبقى اعمل ايه؟ طيب مين هيصرف عليا واحنا اصلا بنات وليا مصاريف شخصيه، وتبقى اعمل ايه؟ وانا كمان متعوده بصراحه ان انا ما حدش يصرف عليا. انا بتضايق جدا جدا لما حد يديني، حتى لو ماما برضو مش عارفه. انا اتعودت ان انا بصرف على نفسي، عايزه حاجه انزل اجيبها لنفسي. كون ان حد يديني فلوس دي حاساها اهانه، ما اعرفش حتى لو يديني جنيه. وعلى فكره لما حد بيديني فلوس زياده برضو في الدليفري ساعات بحس ان انا متضايقه. خلاص يعني اديني الدليفري بتاعي او الشحن وخلاص. ساعات بحس ان الزياده دي ما اعرفش، بحس انا متضايقه. انا مش فاهمه ليه، يعني ممكن تكون هو تقدير منها او منه، بس بقول خلاص انا باخد انا قدرت تعبي في الشحن، ما تدينيش زياده، انا مش عايزه خلاص بجد والله. وفي حاجه عايزه اقولها بالنسبه لموضوع ان المكياج والحاجات دي، ان انا حتى شكلي مختلف شويه عن بدايتي. في الاول بسبب سواقه السكوتر ما كانش ينفع البس بقى ولا فستان ولا احط ميك اب ولا شعر ولا الكلام ده خالص خالص. كنت على طول بعمل شعري كحكه ولا اي ميك اب. والخوذه بتاعتي الهلمت كانت مني للشمس، كانت بشرتي مغمقه عن كده بكتير قوي. بيقولوا انت عملتي عمليه؟ يعني انتوا متخيلين ان بشرتي كده؟ بيقولوا انت عملتي عمليه. يعني كانت بشرتي مغمقه جدا جدا بسبب الشمس. انا كنت 24 ساعه طبعا من الصبح لحد بالليل. فقدت بقى الانوثه، ولا فستان ولا روج ولا اكلادور ولا اي حاجه خالص. بجد الموضوع ده كان مضايقني، وكان نفسي جدا ان انا البس فستان. اقول الله ايه ده، انا حاسه من جوايا انا عايزه اعمل كده، عايزه البس فستان نفسي، بس مش عارفه. على فكره في بنات منتقبات بتسوق السكوتر عادي، بس دي مشكله عندهم ان هم الفساتين او الجلباب او الحاجه اللي بيلبسوها بتتحرق. لازم مستحيل تروحي الحاجه بتاعتك انت لابساها سليمه. فهي انت ممكن تلبسي فستان او جيبه او بحاجات انثويه او كده، بس هي ما بتبقاش حلوه، انت هتروحي محروقه من الاخر والحاجه. وساعات الفستان ممكن يترفع، الجيبه هيبقى منظر مش لطيف. لازم بنطلون، لازم بنطلون اجباري. وبرده لو بلوزه منفوشه او كده هتترفع منظر برده مش لطيف. لازم يكون التيشيرت جوه البنطلون والحزام وعليه جاكيت، هو كده زي الراجل بالظبط زي كده. بصراحه انا كنت بلبس كده بامانه. وقت كتير برضو عشان ما حدش يضايقك او كده لازم اجباري انك بس بصراحه بعد بقى الشهرة والكلام ده قلت يحصل اللي يحصل، انا هحط روج وهحط مكياج وهعمل شعري. والله العظيم انا اتخنقت، والله العظيم. لا انا بجد اتخنقت، والله لا انا بجد اتخنقت جدا جدا. اي نعم بقى في انتقادات كتير في الشارع، بس اقول مش مشكله بقى، انا هفضل طول عمري راجل، انا عايزه احط روج والله العظيم. والله العظيم. وانا فعلا بحب الروج جدا، بقول والله لا. وساعات بقف بالسكوتر في الشارع واحط روج، اللي عايز يبص بقى. والله العظيم. لا بجد الموضوع سيء أوي حقيقي. البنت بتبقى عندها طاقه من جواها غريبه، ممكن يكون غير الراجل. البنت بتحب السبسبه، اللي تقعد تحط كده وبتاع. فلا فانا بقيت بعمل اللي انا عايزاه على السكوتر. احط مكياج، اعمل. انا شعري كان طويل شويه عن كده بس انا قصيته. كنت لا بسيب شعري عادي واحط روج، احط مكياج، احط الاكلادور وابينه من الجلافز. بلبس جلافز كده قولي اللي تقوله، ويقعدوا يشتموا ايه ده يا بنت، ده ايه ده مش عارفه ايه. هو ده انا خلاص بقى. والله العظيم. بس انا بالنسبه لي ما كانتش جمله، هي كانت نصيحه واخدت كمان بيها. هي الكارثه ان انا اخدت بيها. فاللي هي الجمله اللي انا كنت قلتها لك قبل حتى ما نبدا، ما تشتغليش. الاحسن انك ما تشتغليش، البنت ما تشتغلش، تتجوز وتقعد في البيت. فانا اعتبرت نفسي كده اللي هو ايه، خدوني وحطوني جنب الحيطه وقالوا لي اقعدي. ما كنتش فاهمه بقى، ما انا مسلمه بالكلام ده. فلما بتسلم كمان بنصيحه وبتاخدها، هي النصيحه جايه بمحبه، خوفا عليك، يعني خوف عليك ومحبه، فانت مآمن ومصدق. بس احنا مش شبه بعض، فبالتالي احنا ما ينفعش ننصح بعض علشان نبقى نسخ مكرره من بعض. كل بني ادم عنده قدراته وعنده طاقاته، وكل واحد عايز يعبر عن نفسه بطريقه. من حقي اني اعبر عن نفسي، من حقي ان انا اشتغل. تجربتي غير تجربتك غير تجربتك. فهي مش جملة قد ما كانت نصيحة. وبالنسبة لي أنا كانت نصيحة في مقتل، عشان عطلتني 20 سنة واقفة اللي هو عندي اكتئاب وإحباط، مش عارفة أعمل إيه. هي الناس بتعمل إيه، هو أنا جيت ليه؟ فين بقى؟ إيه الغرض من الحياة؟ إيه الهدف من الحياة؟
لازم يبقى في حاجه البني ادم بيعملها. اصل هي الحياه، انا دايما اقول كده، هي الحياه من غير هدف ملهاش طعم، مفيش احساس. هنحسها ازاي؟ ده العمل عباده يا جماعه. احنا ليه بنحرمه على بعض؟ ليه نقول له لا اقعدي، لا جوزك يصرف عليكي، لا مش عارفه ايه؟ ليه؟ ما يصرف، وما طبعا القوامه ويصرف وكل حاجه، بس الاستقلاليه الماديه للست برضو مهم. الست تحس انها بتشتغل وبتعمل وكل حاجه. مش كل الرجاله وحشه، مش كل الرجاله وحشه، ولا كل الستات عايزه تقعد في البيت، واللي عايزه تقعد في البيت على راسي. يعني ايه؟ ده هدف نبيل وعظيم جدا، ان انا بقى ام واربي ولادي واقعد وما اشتغلش، انا حره. بس في نفس الوقت الحته بتاعت ان انا اشتغل ما حدش كان يحكم عليا، هي كانت نصيحه اكتر منها جمله. انا بقى اكتر جمله اثرت في جمله واحده، ده جمل، مواضيع، تعبير تتكتب، منشتات تنزل. بس انا في اول طريقي في السوشيال ميديا كانت ممكن جمله او كومنت يرفع من معنوياتي جدا فيخليني ان انا استمر في نفس المحتوى، وممكن جمله تخليني اكتئبت انا مش عايزه اكمل. فجت عليا فتره كده يعني اتحطيت في حته ان كومنتات سلبيه، فانا قررت ان انا مش هكمل. الكلام ده من 3 سنين مثلا، انا مش هكمل. طبعا انا بحب التصوير، مش عاملاه اللي هو لا، انا بحب فعلا السوشيال ميديا وبحب التصوير. حتى قبل ما اكون في السوشيال ميديا انا تليفوني ده ما كانش بيقف، لازم انا اصور. تمام. فقعدت مكتئبه شويه، فجوزي جه قال لي مالك وكده، فحكيت له اللي هو هبطل عشان الناس بدات تهاجمني، انا مش حابه ده. راح قال لي بصي، كل انسان ناجح دايما بيتهاجم، ودايما اللي قدامي يعني كل واحد فينا بيشوف اللي قدامه بعين طبعه. يعني انا بشوفك باللي جوايا، يعني انا لو كويس انا هشوفك كويس، لو انا من جوايا وحشه دايما هحقد عليك، انا كده. فدايما في مقوله كده انا ماشيه بيها، ان لم تجد لديك حاقد فاعلم انك فاشل. يا ده انت فاشل يا ده. بس فانا لا، ما انا مش فاشله، انا هستمر عادي. حباني انا استمر معايا، مش حباني في حاجه اسمها بلوك. وبقيت اعمل ايه دلوقتي؟ اي كومنت سلبي مكانك فين معلش؟ في باسكت الزباله، مسح. مش هستنى ولا ههتم ان انت بتقولي، مش رايك ما يهمنيش. انا عايزه الناس اللي بتحبني، اصل انا مش متابعني ملايين. فانا هاجي اخد بكومنتك انت بقى انت الصح، لا انت مش صح، انا هستمر. فانا دي نصيحه لاي حد على السوشيال ميديا، مش اي كومنت سلبي تقفي عنده. ليه؟ بص على رصيد الحب اللي الناس بتحبها. اصل انت مش عندك 2 مليون، 2 مليون حد، 2 مليون بني ادم، مش دول مش فيك، 2 مليون بني ادم اتفقوا ان انت كويس فعملوا لك فولو. ما حدش بيعمل لحد فولو هو ما بيحبوش. ف2 مليون بيحبوك، فانا ما هستنى بقى لل100 او ال1000 اللي بيقولوا لي كومنتات سلبيه، لا انا هستمر عشان ال2 مليون اللي بيحبوني، بس كده. جميل. فاشل يعني. بتحسي ان المجتمع بيكافئ الست الشقيانه ولا بياكلها؟ على حسب انت في حين بالظبط. اصل المجتمع طبقيات، في طبقيه بالنسبه لها عادي انت شقيان ايه يعني، ما تشقى يعني، حتى لو انت ست طفل. في طبقيه، في بقى طبقيه بتحترم قوي الست الشقيانه، اللي هو انت ازاي ست وبتعملي كل ده. انا بحب الناس دي قوي، اللي هو يعني حتى بتدعمك، حتى الكلام ده بيقوي يعني، بيخليك يقولك انت ازاي بجد بتعملي كده، انت شاطره، برافو عليكي، بتشتغلي وتصوري وتردي وتطلعي اوردر، كل ده بتعمليه لوحدك ازاي؟ الكلام ده لوحده بيخليك تحس ان انت قوي. حتى يعني مثلا في البيت مثلا تلاقيهم ايه يعني بتصحى كل يوم بتصور، بتعمل كل ما نعمل لك ايه يعني، ما ايه المشكله؟ ما تلاقيش مثلا حد مثلا يقول لك ايه ده في زبون مثلا جالك النهارده مثلا من حته مخصوص من التجمع، مثلا جالك من حته مخصوص. فبالنسبه لي انا ده انجاز، ان حد يجي من التجمع لحد المعصره، دي كارثه. عشان ايه يعني؟ انا شخصيا مش هعملها، بس هو جه عشان شاف منتجات فرح وبيحب فرح وبيشجع فرح وبيدعم فرح. فليه مش شايفين ده انجاز؟ هو ده انجاز بالنسبه لكل الناس اللي حواليا. يعني نعمل لك ايه يعني؟ ما نجحت فشلت بنفسك، احنا مالنا. تيجي بقى حد مثلا طبقيه تانية يقول لك والله العظيم حد جه فعلا من التجمع لحد المعصره
ده ازاي عملها، ده كده فعلا الناس بتحبك قوي، ده لا ده انت برافو عليكي، انت برافو كملي، انت شاطره جدا. تلاقيهم يدوك افكار، يساعدوك. تلاقي حد، يعني انا خالي مثلا، خالي دايما بيقعد يساعدني، بيقعد يقول لي نعمل كذا، لا اجباري اعملي شنط باسمك، اعملي. يعني ممكن مثلا حد 1% مثلا يقعد دايما يركز في نجاحك اللي هو انت مهتم بيه، ويقول لك برضو سلبيات، بس ايه، مش بيقول لك سلبيات عشان يوقفك، بيخاف عليك، عايزك ناجح، وفي نفس الوقت مش عايزك تفشل. يعني خايف عليك ان انت من نجاحك القوي اللي انت عمال تحكي عنه وتقول انا عايز اعمل وافتح واجيب خايف عليك من الفشل، فهو بينصحك. فليه مش كده؟ فلا، في طبقيات كتير قوي زيرو عندها اللي هو عادي، ايه يعني الست تشتغل والست تصرف على الراجل عادي وهو يبقى قاعد في البيت، وكمان وهي راجعه تجيب له السجاير، وبشوف ده بعناية، يبقى قاعد هو في البيت ولا بيعمل لها حتى اكل ولا بيغسل، يعني هو ولا عايش ولا دور ست ولا عايش دور راجل، هو مش عايش اي حاجه خالص، هو عايش كده بياكل ويشرب ويضربها لو ما جابتلوش السجاير، ويضربها لو ما عملتلوش الاكل. اخر بجد قله ادب. يعني مجتمعنا مقسوم لكذا جزئيه، في جزئيه بتحترم الست قوي، وتحترم ان هي لو غسلت كوبايه اقول لها تسلم ايدك يا حبيبتي، في ده وفي ده. بس المجتمع اللي انا عايشه فيه، او الزون اللي انا محطوطه فيها، هي زون مش كويسه، ودايما بقول ان هي فتره وهتعدي في حياتي. يعني الحمد لله، انا دايما بقعد مثلا استغرب نفسي اللي هو انا ازاي شخص كويس وسط الناس اللي مش كويسه دي كلها. بجد انا طلعت اصلا كده ازاي؟ يعني انا بستغرب، انا المفروض اكون وحشه بجد والله، بجد بستغرب نفسي اللي هو انا بجد المفروض اكون وحشه ازاي؟ كل الجيران وكل الناس دي، في ناس كتير قوي وحشه، انا ازاي شخص كويس وازاي بقول لك تعالى نجحك؟ بجد مش عارفه اكون فاشله زيكم ليه بجد. انا بقعد اقول يا رب، طب انا ليه ما اتخلقتش عاديه؟ ليه جوايا الطموحات دي كلها؟ ليه كل ده ليه بجد؟ جيران لديك وجه جميل. يعني بمعنى صح المجتمع بياكل الست الشقيانه مش بيكافئ. مش ده المجتمع هو هنقول نص بياكل ونص بيكافئ. على حسب الحته اللي انت قوي. في ناس بتقدره قوي، بتحترمه قوي، وبتعمل له 1000 حساب. يعني مره كنت شغاله في شركه، مره كنت انت حاساك زهقتي؟ لا طيب، مره كنت شغاله في شركه، كنت بحترم قوي المدير اللي فيها والناس اللي فيها، هم ازاي بجد الناس دي كويسه قوي كده بجد. يعني انا لما مشيت، انا مشيت عشان انا كنت شايفه نفسي في المكان الغلط، ان الشغل نفسه اللي انا فيه مش عاجبني، بس انا كملت، قعدت تقريبا 9 شهور او سنه مع الناس دي، مش عشان الشغل مش عاجبني فعليا، بس انا قعدت معاهم عشان ازاي في ناس طيبه كده بجد، ازاي في ناس كويسه كده، انا مش عايزه اسيبكم، انا عايزه اعيش، انا حسيت ان انتوا اهلي. يعني ازاي في كده بجد، اما انا عايشه في زريبه بقى يا جماعه بقى. بجد الناس لا، وبيحترموك بقى، اللي هو يعني لو عملت اي حاجه في احترام. هو قول السؤال تاني. المجتمع بيكافئ الست الشقيانه ولا بياكلها؟ لا بصراحة أنا عن نفسي، أنا بكلمك عن نفسي، أنا لقيت تقدير من كل اللي حواليا الحمد لله، من ولادي بصراحة، من جوزي بيساندني جامد، من الناس اللي بحبهم في المستشفى، من جيراني، من أهل جوزي بصراحة داعمين جامد جدا ليا، ودايما يسألوا عليا ويطمنوا على ولادي. ولما عرفوا إن كريم خف الحمد لله يعني كانوا مبسوطين جدا، ما شفتش حد بصراحة كره نجاحي. وحتى لما دخلت في مجال إن أنا أسعد الأطفال، وبقت أحلى حاجة عندي ابتسامة الأطفال. اي طفل بيجي يحضني وبيبوسني دي بتبقى بالنسبه لي حاجه كبيره قوي، بحس ان الدنيا كلها والالم اللي في حياتي كله راح مع الابتسامه بجد والله العظيم. انا بالنسبه لي انا كآية يعني، لا انا حاسه الحمد لله على قد ما شفت. يمكن كان حصل لي مشكله ناس كتير جدا عرفت بيها في السوشيال ميديا، بس الحمد لله لا، في الغالب لا الحمد لله، يعني كل الناس، حتى من في ناس تستغرب انه بيخشوا عندي على الكومنت ازاي كل الناس اجتمعت على حب شخص كده، احنا فخورين بيكي، انت قدوه لينا انت. فعلى قد ما انا قلت من شويه ان في جانب بيقلل من حاجه، لا أنا الحمد لله الناس حواليا في العموم لا احنا سبورتيف قوي في ظهري، يعني اللي هو دول اهلي. انا دايما بتعامل مع الناس اللي بتتابعني او الناس اللي هم العملاء عندي ان دول اهلي. حتى لو حد جه عندي المحل، الناس اللي شغالين معايا يقعدوا كده يبصوا يقولوا احنا عمرنا ما شفنا كده في مكان،
الناس بتخش تلاقيني يقعدوا يحضنوني ويعيطوا اللي هو احنا فخورين بيكي، احنا بنحبك قوي، احنا مبسوطين. فاللي هو لا الحمد لله، ما لا حاسه ان المجتمع لا بيكافئ. بص انا شايفه ان المجتمع يعني 90% فيه داعم، وده سبب نجاحي ونجاح ناس كتير جدا. هم بيشحنونا طاقه ايجابيه ويشجعونا، فعلى اساس كده احنا بننجح، بندي اكتر ونعلى بطموحاتنا ونديهم اكتر ونتعلم، وكل ده عشانهم. فانا بصراحه يعني سبب نجاحي ده دعم كل اللي عندي على السوشيال ميديا، اهلي، جوزي، ولادي. فانا شايفه 90% من المجتمع داعم، و10% مش داعم، بس ده اصلا بسبب مشاكل عندهم، مشاكل نفسيه. والله انا شايفه ان مش مشكله المجتمع يكون بيدعمك اصلا. يعني طالما انت بتعمل حاجه بترضي ربنا، حاجه انت مصدق نفسك فيها، حاجه انت واثق انك مش بتعمل حاجه غلط او مش بتاذي حد على الاقل، فانا ليه اصلا ابص المجتمع؟ هو 1 2 3 4 من المجتمع اللي هو انت تنقيهم على الفرازه اللي تسمع كلامهم ويكون ليهم مواقف فعلا حقيقيه ان هم بيحبوك. يعني مش بس مواقف عابره، لا ده موقف واثنين وثلاثه، وساعتها ماشي هبقى اسمع منك انك تستاهل ان انا اصلا استقبل نصيحه منك. لكن غير كده انا شايفه ان هو المجتمع ده القافله تعوي ولا ايه العكس، سوري القافله تسير والكلاب تعوي. فانا مش شايفه ان اصلا مش اي حد يستحق ان انا اسمع منه اساسا. فلا مش مهم ان المجتمع يصدقني، مهم ان انا اكون مصدقه نفسي، مهم ان انا ربنا يكون راضي عني، المهم ان اهلي يكونوا راضيين عني. اي حاجه بعد كده شكليات، انا شايفه ان هي فعلا شكليات. لا انا بصراحه برضو مع دنيا في حته ان يعني مجتمع مين، لو هتيجي تبص للمجتمع ده هتلاقي ان المجتمع اهلك، صحابك. بالنسبه لنا احنا الكلاينت اللي بنشتغل معاه، انا بشوف ان الناس دي بالنسبه لي انا داعمه جدا بصراحه. انا مفيش كلاينت من بتوعي الا لما بتعامل معاه فريندلي جدا جدا. ويمكن الناس اللي متابعيني على السوشيال ميديا على الفتره القريبه، لما ابتديت اوثق اصلا حاجه مع الكلاينت بتاعتي، لقيت ان لا في ناس قوي بتعمل كومنت ان احنا فريندلي قوي مع بعض. انا ببقى حريصه جدا ان انا اكون معاهم صحاب قبل لما نشتغل، عشان كميه الطاقه اللي انا باخدها منهم. انا فعلا لما بخش في لوكيشن تصوير والاقي اللي انا دخلت كده وهي مبسوطه وابتسمت لي، يا لهوي ده احلى شغل هيطلع النهارده، هو مفيش كلام. والضحك والهزار طبعا، والعيله كفايه الكلام، بس عارف انت في كلام كده لو اتقال لك خلاص انت بالنسبه لك الدنيا تمام. فانا بشوف بصراحه ان الدعم دعم المجتمع داعم جدا جدا بصراحه، واحنا بنشوف ده. وبعدين معلش اقول لك على حاجه، اسعى يا عبد بقى وانا اسعى معاك. يعني انا بشوف ان ربنا مادام خلاص انت شغال ومجتهد، زي ايدك الشقيانه كسبانه، هي فعلا الشقيانه كسبانه. اصل انت مش معقول هتكون بتشقى وبتجتهد وبتسعى وربنا مش هيكافئك، مفيش الكلام ده. انا مش جايه طبعا اتكلم في دين وحاجه كبيره، بس يعني هي كده بسيطه، اجتهد واسعى وهتلاقي قصادها نجاح وخير من ربنا كبير. واكيد ربنا هيوقف لك الناس اللي هتبقى داعمه ليك وهتبقى صبرت معاك. اسعى يا عبد، انا دايما بقول الجمله دي، اسعى يا عبد وانا اسعى معاك بصراحه. انا شايفه لو المجتمع شافك ان انت بتعمل حاجه انت بتحبها او مثبت فيها، هيقول ما نشجعها بقى وخلاص عشان احنا زهقنا منها. نفس والله العظيم، اصل ده نفس اللي حصل معايا بالظبط. قعد يقولوا ايه اللي انت بتعملي ده، ما تشوفي اي شغلانه تانية. انا كنت بشتغل على فكره سكرتاريه كول سنتر وسيلز وتيلي سيلز، ونزلت محلات ملابس وبراندات وكل حاجه، ونزلت في وسط البلد، وبرده رحت في مولات وكل حاجه اشتغلت. هي جت معايا بالصدفه والله العظيم. يعني موضوع الدليفري ده حاجه غريبه جدا جدا بالنسبه لي، وانا مبسوطه بجد ان انا خدت الخطوه دي واستمريت في ايه. مفيش حاجه صدفه، الدليفري كل حاجه لا هي اقدار كانت طبعا مترتبه لك والله يا ضحى. انت رزقك كله اتحط لك في الحته دي، لان ربنا كان حاطط لك ميعاد ووقت
انك توصلي. صح. انت ما شاء الله عليكي كان في طفره كبيره جدا عليكي، وكنت جدا انا متابعاكي من زمان جدا، وكان في وقت انت طلعتي فيه ترند جامد جدا. يمكن اقول لك على حاجه بقى ممكن اقولها دلوقتي، انت من اكتر البنات اللي شجعتني اكون موجوده بجد والله، بجد بجد بجد. مش عارفة أقول إيه انا متابعاكي من زمان جدا وشفت فيكي حاجه انا حسيتها من جوايا، وبنات تانية كتير بصراحه، بس انت كنتي من ده، فاهماني؟ فده كان وقت ربنا ظهرك فيه تمام ليكي والناس تانية على فكرة، والناس تانية. ايوه يعني ربنا وصلك للحتة دي، وده كان وقتك وكان وقت ناس تانية. كان وقت ناس تانية لما تتفرج عليكي وتشوفك انت بتعملي ده وده 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 فتتشجع، فتقوم هي كمان قايله انا قايمه. والله الكونتنت بتاعي اللي انا حابه او انا ابتديت اكون موجوده ككونتنت عشان ده، عشان حته ان انا لو هدي امل لواحده او واحد، مش يعني برضو مش عنصريه، بس انا في حته البنات انا في ظهرك قوي بصراحه. بس انا بتكلم اني استمديت اللي هو يلا بينا، فانا حاسه ان انا هقول لحد في يوم من الايام يلا بينا، وهكون سبب ولو بسيط جدا ان هي تقوم، وهيكون هو ده وقتها. فده كان وقتك، ما كانش صدفه والله. انا عايزه اقول لك على حاجه، ان انا في الاول كان الصحافه بيكتبوا اول بنت ديليفري في مصر. بعد كده فجأة بدأت بنات تكلمني تقولي على فكرة انت مش أول بنت، أنا كنت شغالة قبلك من 2017 و2016. أقول لهم طب انتوا كنتوا فين؟ بيقولوا لي من كتر الانتقادات بتاعت الناس احنا زهقنا وتعبنا. فكون ان انت تطلعي وفجأة تتعرفي كده وتقولي للناس أنا هكمل عادي، وبعدين أنا يعني متكلمه شويه. على فكره ما كنتش كده، انا بحب الدليفري ان هو غير من شخصيتي. انا ما كنتش كده تماما، كنت بتكسف جدا وانطوائيه ولا بعرف اتكلم ولا نيله، وكنت خيبه قوي والله العظيم. لا بجد الدليفري بأمانة الدليفري طور مني قوي قوي، خلاني بعرف اتعامل مع الناس وقابل ناس كتير وكل الفئات بقى، الشعبي والمتوسط والراقي وكل حاجه. فكون بصي، هو انا ما بحبش اقول الكلمه دي، بس في بنات بتقعد تقول انت قدوتنا قوي، خليتينا عندنا باور كده وقوه، ونقول للناس لا احنا بنحب الحاجه اللي احنا بنعملها وهنكمل فيها وهنستمر. اعمل اللي تعمله. على فكره عايزه اقول حاجه، ان في ناس كتير قوي لو انت فضلتي ماشي ورا كلام الناس، يعني الناس يقول لك انت انا شايفه كده مهندسه، خليكي مهندسه، انت مش عرفك ممكن عايزه اطلع رسامه. حاجه غريبه جدا. على فكره انا من زمان كنت بقى انا برسم، ومن زمان كنت برسم بورتريهات، واتكرمت في قصر الثقافه من زمان، من ابتدائي واعدادي وثانوي. كنت برسم وكان نفسي جدا ابقى رسامه، بس اعتقد لو انا كنت رسامه ما كنتش هبقى شخصيتي زي دلوقتي خالص، واعتقد كنت ممكن ما اوصلش لحاجه قوي زي دلوقتي. يعني دلوقتي انا مثلا عندي سكوتر وعربيه وهعمل شركه قريب، الحمد لله. فاعتقد لو انا كنت حاجه تانية غير الدليفري، ولا كان يبقى عندي سكوتر ولا عربيه، ولا كنت ممكن يبقى عندي شركه ايه اللي كنت هفتحها، ما اعرفش. حاسه انه كان ممكن يبقى والله على فكره انا بالفعل كنت عايزه افتح مكان وارسم الناس بقى، وزي لما كنت بشوف في الشارع وكده، بس مش عارفه، حاسه ان انا دلوقتي حاجه احسن بكتير من اللي الناس كانوا حاطاها لي. يعني الترتيب بتاع ربنا وتخطيطه بجد احسن بكتير من ياسمين قالته بقى، اللي هو مفيش حاجه اسمها صدفه. يعني ايه صدفه؟ هي كلها ترتيب من ربنا، وكلها وليها ميعاد. عارفه انت اللي هو ايه؟ الواحد مننا يفضل يقعد يرسم في دماغه ويتخيل ويروح فقعد يلاقي ربنا مثلا حطه في حته تانية، هو يبقى شايف ان الحته دي هي الوحشه، او الحته دي مش كانتش احسن حاجه ليه. يكتشف بعدين ان هو ده المكان بتاعه، هو ده الافضل ليه. هي انا اقصد ان الموضوع جالي بطريقه انا ما اخترتهوش، هو جالي لوحده. انت هتبقي دليفري برغم على فكره ايوه بس عايزه اقول لك حاجه، جات لي كده. عايزه اقول لك حاجه، شغلانه الشغل بتاع الدليفري ده صعب جدا مع التعامل مع المجتمع، يعني سواء بقى انا شايفاه بصراحه ولد وبنت. عايزه اقول لك ان انا في اول شغلي خالص ما كنتش عارفه اوصل للدليفري يوصل لي الاكل. وطبعا عايزه اعمل مشروع الاكل البيتي، فكنت بنزل انا اوصل الاوردرات بنفسي. وكنت بتعامل مع الناس، انا اتعاملت معامله انا كنت هوقف الشغل خالص. أيوه. يعني انا فاكره مثلا اول مره نزلت فيها اوصل الاوردر، وموصلاه بعربيتي وموصلاه هنتقابل عند نادي معين، تمام، ما نزلتش من العربيه.
قالت لي انزلي، وفتحت لي شنطه العربيه حطي الاكل. ايوه على فكره احنا بنتهان أنا جامد قوي روحت. قوي 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 في الدليفري. انا عايزه اقول لك ان انا وانا راكبه عربيتي مروحه انا عيطت، يعني انا ايه ده؟ لا ما ده انا استحملتش، وقفت الشغل. انا جالي تبلد في مشاعري بامانه، ما بقتش بعيط والله أيوة، العظيم فعلا. انت شخصيه قويه فعلا جدا. جالي فيتامينات لا، وعلى السوشيال ميديا انا جات لي فيتامينات ضد الشتيمه. يعني فاهم انت بتضحكي على ايه؟ اشوف حد بيشتمني خلاص بقى اعمل ايه؟ طيب انا تعبت والله العظيم خلاص. ده دليل ان انت شخصيه قويه، مش اي حد، مش اي حد خالص. انا عايزه اقول لك ان انا وقفت شغلي 3 شهور بعدها. قلت انا مش هشتغل. لا خلاص. لا بجد لا بجد احنا فعلا في الدليفري بنتهان قوي، بنشوف حاجات بجد غريبه. ممكن حد يكلمك يعني تبص لك بصه كده، على فكره انا ممكن اكون احسن منها بكتير، بس هي شايفه ان موضوع الدليفري ده، ودايما بعمل فيديوهات عن الموضوع ده، بقول يا جماعه مش معنى ان الشخص بيشتغل دليفري معنى كده ان هو حاجه قليله، لا عادي على فكره. لا ده ممكن يكون معاه تعليم عالي قوي. يعني انا معايا حاسبات وسكرتاري على فكره، بس عادي انا بحب الدليفري. طيب وجات لي بعدها شغلانات كتير بعد الشهره وكده، تعالي معرض سيارات وهنا وجات لي على فكره حاجات في الاعلام برضو، حاجات كتير جدا جدا، بس انا اخترت ان انا اكون دليفري. قلت خلاص انا حابه المكان ده مش عايزه امشي منه، هو سبب معرفتي بالناس وخلاص انا عايزه اكمل فيه. معلش، هو انا شايفه ان اصلا مش مبرر عشان انا معيش شهاده، او مش مبرر ان انا يعني انا يا سيدي وحش جدا تمام، انا ما معيش اي حاجه، انا اتهان لي اصلا. شاطره. اتهان لي؟ انت مين عشان تهني؟ انت ابن مين؟ ولا مش بلاش انت ابن مين، انت مين اصلا؟ انت يعني ليه؟ هو ربنا قال كده؟ بني ادمين ولا دين ولا اخلاق يعني ولا اي حاجه. فانا مش متفقه معاك ان هو بتتعامل عاملنا انا كمان. لا مش مهم انت تحب ايه، المهم انت تعاملني ازاي عشان ما هزقكش. نفسي والله عصبيه والله المهم انت تعاملني ازاي عشان يعني اقف عوج واتكلم عدل، عشان انا بقى يعني ممكن تضربي الناس. لا مش حاسه. هو اكيد لا، لو انا اصلا يعني ايه، اقول لك على حاجه، احنا لو اتكلمنا مع العملاء كده ده ممكن تحصل مصيبه. لازم تبقي بارده. انا لازم احترم نفسي واللي قدامي يحترم نفسه. انا مش بقول لك ان انا هكلمه وحش، لا الجمله دي غلط. انا مش هقول لك جمله الزبون دايما على حق دي غلط. لا في ناس بتبقى قليله الذوق، في ناس بتبقى اسلوبها مش احسن حاجه، وانا مش مطالب مني ان انا اكمل. في ناس كتير بتبقى كويسه عامله كويس، ماشي. المهم انت تتعامل باحترام. يعني النوعيه بتاعت اللي هو يجيلي واقول الزبون دايما على حق، لا مفيش حد على حق بيهين حد اصلا. والحدود حلوه على فكره، الحدود حلوه، الحدود مع اي حد سواء في الشغل سواء في الحياه عامه، يعني سواء مع العيله. عشان بس في ناس تيجي تقول لك العيله مبرر لها ان هي تغلط في الانسان او تهينه. لا على فكره، ولا العيله ولا الصحاب ولا اي حد ليه مبرر ان هو يغلط فيا. ولذلك الحدود حلوه. انا اي انسان بيعمل حدود. يعني انا في مره، انا فاكر في مره حصل موقف كده، كان في حد عرفته في شغل، وانا من عشم كده رحت متكلم معاه بطريقه يعني ايه اللي هو بعشم، فلقيته هو راح داخل صاددني. انت ازاي؟ انا زعلت وقتها، والشخص ده قطعت ان انا لا، هو انت ازاي تكلمني كده؟ لما جيت فكرت قلت هو صح، لما هو بيعمل لنفسه حدود مش اي حد يكلمه بالطريقه دي، فهو اللي صح انا اللي غلط. فابتديت بقى ان انا اعدل في نفسي. وهنا بقى احنا بنقول دايما المواقف اللي الانسان بيتحط فيها هي بتغيره. يعني اي موقف بيتحط فيه بالظبط، المواقف بتربي وتغير الانسان وبتحطه على الطريق الصح. لا خالص. الاخ غير الزوجه غير الام غير كل انسان، وليه ليه تركيبته وليه الدماغ بتاعته وليه ايه اللي اداني انا، مين اداني مبرر ان انا اخش اكلم اي حد في اي وقت بطريقه مش احسن حاجه؟ المهم ان انا يعني احترم نفسي واكون مستنيه اللي قدامي يحترم نفسه. غير كده بصراحه يعني انا مش شايفه ان في اي مبرر لاي بني ادم ان هو يعاملني وحش. طب انا بعاملك باحترام، لو ما ردتش الاحترام ده
انا هقل منك ومن نفسك وباليوم اللي انت فكرت انت تكلمني بيه وحش بجد والله، وانت ساعتها تبقى مستاهل، انت تستاهل ده. انا شخصيا عاملتك باحترام وتواضع وكل حاجه، ومن تواضع لله رفعه، فانت ليه اصلا تكلمني وحش؟ لا يعني انا شايفه ان مش الشهاده مش مقياس للتعامل اللي قدامك ان هو يحترمك او لا، ولا حتى اي حاجه غير ان هو بيعاملك باحترام. رد الاحترام ده، هو بقى اذا كان ديليفري، اذا كان مهندس، اذا كان دكتور، اذا كان اي حاجه، مش مهنه، اي بني ادم، اي بني ادم. لا انت راجل محترم، انا هرد عليك باحترام. بس مفيش اي حاجه مقياس للاحترام غير ان الشخص اللي قدامك يبقى فعلا محترم ويستاهل الاحترام ده. بس كده. هي حته المجتمع داعم النهارده، في نسبه كبيره قوي دعم، يعني حتى لو هنقولها كنسبه نقول 80% ممكن تكون دعم، بس مش دايما. كمان الحته الغير داعمه بتبقى من اشخاص مقربين او بالعكس بقى. انا شايفه اثناء الشغل، يعني اثناء الحركه، انت مثلا بتعمل اي شغل في الحياه، اي نوع من انواع اي مشروع، وانت ماشي بتواجه عقبات، فساعات العقبات دي بتبقى عدم دعم بالنسبه لك. انا بقى هتعامل مع ده ازاي؟ زي ما كانت حتى زيزي جات وحكت في اول التوصيل مثلا، انا بتبيع يعني عندها اكل ومفيش، مش لاقيه وسيله توصيل كويسه، فتعرضت لموقف مش لطيف عمل احباط. فانا اقصد هنا بقى الحته دي، انا تعرضت لحاجه شبهك بالظبط برضو. يعني مره واحده لقيتها بتقول لي انا من النوع اللي بحب اللطف قوي، يعني ايه، احب انا اللي اتكلم مع الناس، ما بحبش احط حد في الواجهه او الكلام ده، يعني بحب الناس وبحب اتكلم بلطف وكده. فالناس ساعات بتستغل اللطف، يعني الناس ساعات بتستغل الطيبه، مع ان انا مش مقتنعه ان الطيبه دي على فكره نقطه ضعف. يعني انا كريهام مثلا بعتبر ان يعني لما بيجي في كده تقييمات للشخصيه بتتعمل، اعلى نقطه قوه في شخصيتي الطيبه، فما كانتش الطيبه اصلا ضعف. فانا مش عشان انا شخص طيب مثلا او ودود وبحب انزل انا بنفسي واعمل بنفسي واتكلم معاكم بنفسي، ان انا بني ادمه مثلا هتتقبل الاهانه او هتتقبل انك تيجي تتكلمي معايا مثلا بطريقه انت فاهمه نفسك هتاكليني على مزاجك، انت فاهمه حصل لخبطه في اوردر، فانت فاكره نفس، يعني لقيت نفسك بيتمسح بيك الارض من واحده انت كنت فاهمها مقربه وكويسه فدي بتبقى بقى بجد انا شايفه ده اكبر يعني حاجه مش داعمه. مش هقول لك الناس، الواحد برضو كل ما بيكبر بيتعامل مع الدعم بطريقه مختلفه. انا بدعم نفسي، انا واثقه في نفسي، انا راضيه عن نفسي، انا شايفه انا كنت فين وبحاول ابقى فين. فيطلع لك بقى خوازيق في النص، اللي هو ايه، والله هي خوازيق فعلا نفسيه تعطلك بقى عن هدفك. دي بالنسبه لي عدم الدعم، اللي هو حاجه وجعتك. فزيزي قالت ايه، قالت انا وقفت، انا كمان وقفت على فكره، وقفت وقررت. التعامل اختلف، الخبرة بقى الحياتية بتاعتنا بتختلف. ما هي دي ميزة ان الست تشتغل، او ميزة انك تنزلي بنفسك وتبقي انت اللي في الواجهة على فكرة. يعني ما يبقاش فيه مثلا ناس بيني وبين العميل او بيني وبين الشخص اللي انا بشتغل معاه، بالعكس وجودك في الواجهة. في ناس تقولك ايه، خلي حد اللي يتعامل احسن، عشان حتة الحدود دي، علشان حتة ان الناس تحس ان انت بتعمل يعني حدود. فبالعكس انا مقتنعة ان انا وجودي، انا بمثل نفسي وبمثل اللي انا بعمله في التعاملات حتى مع الناس. حتى لو هواجه حاجات توقفني وتعطلني من قله ذوق، قله ادب او كده، لا ماليش دعوه. انا بصه برضو على الهدف، بصه على الحاجات الكويسه اللي انا عملتها، بصه على السعاده كمان اللي انا بحصدها وانا بشتغل. وانت او سبحان الله والله، هو البني ادم وهو بيشتغل اصلا بيبقى حاسس بسعاده. يعني فرح بجد، انت بتتكلمي جميله جدا عن كميه طاقه وسعاده عن شغلها وحبها. ايوه، ما هو الشغل بيعمل في البني ادم كده، بيحوله لكده الكتله ايجابيه، تبص له تبتسم. يعني والله ابص لها ابتسم، حسيت ان انا كمان عايزه اجيب من عندك واخد من عندك، وانا اول مره اقابلها بجد، اللي هو الله ايه ده، في حد بيحب اللي هو بيعمله. انا بالنسبه لي ده دعم بقى، ان انا اشوف الناس اللي بتحب اللي هي بتعمله. اما بقى الناس الخوازيق اللي بتطلع في النص دي، فعلى الله حكايتهم بقى، خلاص ما طز فيهم بصراحه. هي استوقفتني اللي هي كتر اللطف ضعف. بالظبط، الجمله دي انا سمعتها واستوقفتني فتره كده برضو، ان الانسان فعلا لو بيزود في اللطف مع الناس قوي فده ضعف. انا مش لازم طول الوقت اباني ان انا كويس اطلاقا. كل واحد فينا ليه اوقات بيبقى تعبان، مظبوط، بيبقى زهقان من الدنيا، فمش لازم انا طول الوقت، وبالاخص في الشغل، وجميل وكويس والدنيا حلوه يعني. لا مش لازم، مش لازم، مش لازم، ماليش دعوه. انا ما بتكلمش عن الناس، بتكلم عليا انا.
انا مش لازم اكون لطيف طول الوقت. انا لو جيت في يوم ما كنتش وش الزبون بيقول لي بتضحكي على النت لا لا هو احنا مش عايزين بس المجتمع في حته بتاعه اللطف دي، احنا مش عايزين الناس هي اللي تتحكم فينا. انا بني ادم لطيف، هفضل لطيف. النهارده انا مش قادره اضحك ولا ابقى كويسه، حقي هو ما يتحكمش في، يعني انا قادره النهارده ابقى لطيف، بكره مش قادره ابقى لطيف، تمام. بس في النهايه انا مش باذيك، انا بأدي لك، ومش مطالب ان انا ابقى بس الناس بتسيء فعلا اللطف ده. يعني انت طيب خد على دماغك، انت مؤدب ايه ده، طب سكتنا له دخل بحماره. والله بجد وبيسيئوا ده، مش فاهمين ان ده يعني نوع من انواع الشطاره، او ان انت مثلا بتحبي تعملي اللي انت بتعمليه فمبسوطه. لا انا اديله على دماغه بقى طالما هو موجود بنفسه كمان قدامي. ايه ده والله انت هتفتكر نفسك حاجه، طب يلا اسكعك بقى. اللي هو ايه ده يعني، ايه يا جدعان، مش كده الحياه، مش كده. يعني مش معنى ان انا بني ادم طيب وحابه ان انا ابقى كده ان انت تبقى انت في المقابل قليل ادب. لا مش مقبوله طبعا. بس الخبره بقى الحمد لله، يعني مع الوقت بنتعلم فن التعامل بالظبط، تتعامل مع ازاي تتعامل، وازاي تتقبل ده، وازاي تفضل مكمل، يعني ما نعطلش قدام السلبيات دي. بس المجتمع بيكافئ الست الشقيانه ولا بياكلها؟ لا يعني انا دايما شايفه، لان انا جايه اصلا يعتبر من احياء شعبيه، الناس بتشجع جدا الناس الشقيانه. انا اصلا جايه من وسط الناس الشقيانه، فاكيد الشقيانه كسبانه دي ما فيهاش كلام. وان دايما ربنا بيكافئ البني ادم الشقيان، حتى لو انت اللي قدامي شايف ان انت وصلتي بسرعه. لا انا مريت بحاجات قديمه محدش حس بيها غير ربنا، فلما جه ربنا كافئني انت ما تزعلش ان انا ربنا كافئني. بس فانا ماشيه بمبدا الايد الشقيانه كسبانه، بس خلصانه. لا ان المجتمع بيقدر وبيكافئ، دي نقطه مهمه بالنسبه لنا برضه، ان المجتمع مش طول الوقت بياكل الست اللي شقيانه، لا في مكافاه. وطلعت برضه بنقطه مهمه، ان الست عامه يعني على ما اعتقد قلبها او دماغها في ودنها، لا في ودنها، يعني قال لها كلمه حلوه هي بتكمل وبتقدر لا ممكن نقول ان الراجل غير الست حاسس ان دايما بتحب تسمع كلام حلو، بتحب تسمع كلام حلو. واحده طفله امبارح قابلتني قالت لي بجد انا بحبك قوي، وكل حاجه انت بتعمليها في المحل جميله قوي، وانا ما بشتريش غير من عندك. يعني انا ماشيه في الشارع اصلا ماشيه مش طايقه نفسي اصلا، بس هي قابلت انا بحبك قوي، وعيونها باين ان فرحه. انا ماشيه بقى بعد ما قالت لي الكلمتين دول، انا ماشيه حاسه ان انا ايه ده هروح ابوس رجل المحل دلوقتي. بجد يعني اللي هو الدعم فعلا. بس انا عايزه اقولك على حاجه، هو انا شايفه عموما سواء راجل او ست، اي حد بيقابل دعم بيدي شغل حلو جدا. يعني مش ملهاش يعني مش انا معاكي في نقطه زي دي، بس انا بقول ان الست دايما مياله تحب تسمع كلام حلو، هي بتحب ده. يعني احنا مخلوقين كده. سبحان الله. ايوه فعلا. لو في شغل بيقلل من انوثتك لكن بياكلك لقمه عيش، هتكملي؟ انا فعليا عامله كده. يعني انا شغلي بيقلل من انوثتي جدا. انا عايشه في الشارع راجل، بتعامل مع اكتر الناس بتعامل معاها رجاله، بتعامل معاهم على اني راجل. انا ناقص بس يغيروا اسمي من فرح لمحمد، يعني حرفيا. وهو شغلي واكل عيشي، وانا بحبه وراضيه عنه تماما، ونفسي اكبر فيه ونفسي يكون حاجه كبيره زي ما انا عاوزه. فانا يعني انا بحب ده وعايشه ده فعليا. بس اللي بتمناه بجد ان الحته دي ما تاثرش عليا مع حد انا بحبه، وقررت ان انا اتجوز مثلا، الحته دي ما تبقاش موجوده. يعني او هي اوريدي موجوده دلوقتي، ودي غصب عني، عشان انا زي اتولدت لقيت نفسي ابويا بتاع كنافه، وامي بتبقى شغاله معايا، وبرجع من الحضانه على المحل بعمل كنافه، بتكلم مع الناس على الكنافه، عايشه دور الراجل. عمي دايما بيربيني كراجل، كان ماشيني كده على الحديد من غير اي حاجه، علشان انا راجل، انا بتعامل على اني راجل.
ولو حد قال لك يا بت ما ترديش عليه لازم يناديكي باسمك. فهو دايما انا اتربيت اني راجل، فمعرفش بعد كده هعرف اكون مع جوزي اصلا اني ست. هعرف اصلا؟ انا بقعد مع نفسي افكر، انا مش عارفه هعرف ولا لا يعني، بس انا نفسي اعرف يعني نفسي اعرف، نفسي اغير الحاجات دي. وحياة ربنا يا بنتي، وحياة ربنا بتعمل كده. فبس فالموضوع بيأثر جامد قوي يعني. هو انا هكمل في الشغل عادي، بس نفسي الموضوع ما يأثرش عليا كأم، كأخت، كأنثى عموما، ان انا اكون في البيت انثى، ان انا اكون في البيت اعرف ابني بيت ويكون ليا عيال. الحنية فين بقى يعني؟ ده معروف ان الست حنينة عن الراجل، فانت تخيلي بقى عشتي راجل وست وانت مش عارفة انت اصلا راجل ولا ست. انت يعني بقعد في محلي اكتر ما بقعد في بيتنا، بقعد في محلي اكتر ما كنت بروح الكليه. ما كنتش بروح الكليه عشان المحل، بقعد في المحل اكتر ما بعمل اي حاجه في حياتي. بصحى مثلا من 7 او صباح الخير هنعمل ايه في المحل النهارده، بصحى في المحل من 7 لحد 11 12 بالليل، وساعات في رمضان بقعد لحد 1 3 فجر عادي جدا غصب عني. هو دي ظروف شغلي، ودي حاجه انا ما عنديش اوبشن ان انا اغيرها، وانا راضيه بيها وعايزه اكبر بيها. بس هل بقى بعد كده هعرف ان انا يعني انا ما جربتش ان انا اكون ست، ما جربتش ان انا اكون ست مع راجل في البيت، ما اعرفش بيعملوا ايه، ما جربتهاش بصراحه. انا مش عارفه بصراحه، مش عارفه اقول لك ايه. بس هو عموما انا الحمد لله بتعامل على اني بره البيت راجل بس جوه البيت ست. بحافظ على اولادي، بربي ولادي، بعلمهم، بعمل لهم كل اللي نفسهم فيه، حلويات، اكل، شرب، فاكهه، بسعدهم بكل الطرق. لكن بره البيت راجل طبعا الحمد لله بكل المقاييس. هو انا عامه حاسه ان الشغل ما فيهوش عيب او ان انا اقلل من انوثتي، لان اي ست نزلت الشارع لازم تبقى راجل غصب عنها. بس ان انا اعرف اوازن دي هي اللي صعبه شويه. يعني انا مثلا انا عايشه دلوقتي كراجل وست، اب وام. مسؤول مني 2 ان انا اربي ودروس يعني مثلا ممكن اصحى الصبح اخدهم معايا نروح المحل، يجي مثلا عندهم درس فانا ارجع اوديهم الدرس وهرجع الشغل تاني. فانا موجوده كأم، بس انا موجوده في المكان اللي هو ايه، انت مشغله مثلا معايا ناس بيخافوا مني، اللي هو انا قد كده، انا اصغر واحده فيهم اصلا بس بيخافوا مني. هي حاجه حلوه ووحشه ان انا قادره اكون قائد في مكاني، قادره ان انا اكون فعلا مش محتاجه راجل. يعني انا دلوقتي انا مثلا انا ماشيه رجاله وستات دلوقتي، دي حاجه حلوه. يمكن مع الوقت انا بحس ان انا في لود عليا كست، لان انا ربنا خلقني فطرتي ان انا ست، فلما اعمل حاجه خارج اللي ربنا خلقني عليه بتبقى احيانا على الست نفسها صعبه يعني، بس هي مجبره تتقبلها، ودي مش حاجه وحشه. يعني انا كآية خلاص بقيت حاسه ان هي لا، هي حاجه حلوه. قادره بحاول على قد ما اقدر لو اعمل توازن على الاقل مع بناتي. خلاص انا ما عنديش مشكله فيما بعد راجل بقى او كده وجودهم، يعني خلاص انا عندي 2 هم دول لازم اكون لهم راجل وست. قادره ان انا اكون ام الحمد لله، قادره ان انا اقعد اتكلم، اذاكر، اتابعهم، وقادره ان انا اكون اونر في شغلي، قادره امشي الدنيا، قادره اتعامل مع مشاكل الستات ومشاكل الرجاله والحاجات اللي بتقابلنا كلنا، تجار، ان انا اتكلم مع ده اللي هو انا فعلا بيتقال لي انت ب100 راجل. احيانا الكلمه دي بتضايقني، اللي هو انا مفيش حد يخاف عليا، اللي هم كلهم احنا اي حد عنده حاجه تقايه، فاهم؟ احيانا بتضايقني اللي هو ما انا بس ساعات ببقى عايزه حد، بس انا ما ينفعش خلاص، انت كل واخد ان انت راجل بتاع العيله، فاهم؟ فهي بتاثر عليا انا، بس كمجتمع ان انا شايفيني راجل، هي مش مضايقاني ابدا خالص، بالعكس ان انا ست قادره ان انا في سن صغير اعمل الحاجات زي ديت بفضل ربنا طبعا قبل اي حاجه، وتوفيق ربنا. ان ربنا يحط ست في سوق او في مكان وتبقى قادره ان هي تبقى راجل، دي مش اي ست تعرف تعملها على فكره، ده بتوفيق ربنا بس. يعني هو توفيق ربنا ان هو يقدر يخليكي ان انت تبقي قادره تبقي راجل، وقادره تبقي ماسكه الدنيا كده وظبطاها على الساعه زي ما بيقولوا. فهي انا مش حاسه ان هي حاجه وحشه. بص، هو انا الاول يعني قبل ما اخلف كنت بشتغل، بس لما بقيت واكتشفت ان ده هيأثر عليا سبت الشغل، بس قعدت افكر في شغلانه تانية، وده اللي انا عملته فعلا. فتحت الصفحه بتاعت الاكل البيتي وخلاص، دلوقتي انا بشتغل وانثى وكل حاجه. فانا فعلا سبت الشغل اللي كان هيأثر عليا وحولته لشغل ما يأثرش عليا.
والله انا شايفه ان يعني الست الناجحه فعلا تعرف توازن ما بين كل حاجه، تعرف توازن ما بين انوثتها وشغلها. شايفه ان شغلها هيأثر على انوثتها، لا زي ما الاستاذه قالت كده بالظبط، لا تشوف حاجه تانية تعملها بجانب انوثتها. اصل ربنا خلقنا الست ست والراجل راجل، فما ينفعش ان احنا نلعب في العداد ده. يعني دي حاجه. ما انت لو اتحطيتي طب ما انا محاميه، انا محاميه بعيدا بقى عن الفود بلوجر. يعني الفكره ان انا كل اللي بتعامل معاهم رجاله، وكان زماني دلوقتي مثلا ايه اللي هو خلاص انا مش عايزه بقى ابقى حاجه وانا ابقى شارب جدا وكل حاجه ذكوريه بحت لا على فكره في محاميات. بص يا دنيا، انت صح طبعا في الكلام اللي انت بتقوليه، الموازنه حلوه لان ده احنا قلناه قبل كده، بس في ناس ما قدرتش توازن. انا للاسف ما قدرتش اوازن، ما قدرتش خالص. يعني انت لو صحيتي مثلا ربع ساعه بدري عن شغلك، تقومي تاخدي شاورك الجميل، تحطي البرفيوم، بلاش برفيوم عشان برفيوم حرام اصلا تغسلي وشك، تحطي كريمك، صن بلوكك، هو الربع ساعه دي على فكره هي دي اللي انتي صح، بس هتخليكي برضو مش الانوثه مش هي. لسه كنت اقول لك مش دي لا الانوثه، مش هي دي. بس. طب ايه الانوثه؟ ايوه، لا في تفاصيل لا تانية. لا مش قصدي. انا يا جماعه انا بشوف بنات معايا تمام، انا بتمنى اكون في الحته بتاعتهم. حته ايه اللي هي؟ لا هي نازله على سنجة 10 زي ما بيقولوا، ميك اب جامد جدا، واصله في ميعادها على فكره، وهي جامده جدا على فكره، وجامده جدا في شغلها. ايوه تمام. بصي احنا مش هناخد كل حاجه من الدنيا. انا ده يعني انا دايما بقول كده، انا نفسي اعمل ده بس مش قادره اعمل ده دلوقتي على الاقل دلوقتي. تمام. فهماني؟ فيعني ممكن دلوقتي ابقى انا شايفه اهتمامات تانية اكبر من كده شويه. فهماني؟ وبرضه احنا مش شبه بعض، كل واحد تفكيره مختلف. انا بقول لك انا اتمنى ان انا اكون زيهم، نازله على سنجة 10 واهتم واعمل، بس معلش ممكن نتكلم شويه، نقول على حاجات داخليه شويه. يعني ممكن تكون مثلا يعني جسمها مساعدها ان هي نازله لابسه شيك قوي 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 مثلا، وانا ما عنديش وقت اروح الجيم عشان اعمل اللي هي مثلا بتعمله. فهماني؟ مش هقول لك في حته اللبس بس انا بقول لك مشكله انا اوريدي دلوقتي بعانيها. لبسي كله سويت شيرتات وبناطيل جينز ويلا وخلاص، ومفيش وقت ان انا اعمل ده. وبحكم ان انا طول الوقت بره، انا 24 ساعه تقريبا بره، 24 ساعه بره انا باكل فاست فود بس. لاني برضو دي من كل الكومنت اللي بتجيلي برضو بسبب وزني. انا مش طالعه اقول لك معلومه عشان تعلق لي على وزني على فكره. طب انا هسألك سؤال، هو انت دلوقتي ان شاء الله لما تبقي هتعملي ايه في شغلك؟ دي لا دي حاجه مختلفه طبعا ساعتها. لا يعني ما انا بقول لك مش كل واحد هياخد كل حاجه من الدنيا. لازم هتنازل عن حاجه في مقابل ان انا ابقى ده. اصلا ما انا قلت لكم يعني انا اتكلمت في حته ان رزقنا احنا بناخده 24 قيراط، ما بيقلش قيراط. فلو ربنا رزقني ان انا اكون لازم قيراط تاني من المال هتأثر عشان ال 24 يبقوا كاملين. فاهماني؟ ده اللي بتكلم فيه. يقين بالحته دي كويس قوي قوي ان انا واخده ال 24 قيراط دلوقتي. ان انا استرجل او ان انا حاجه هتقل من الفلوس دي ديت هي كايه؟ ان انا مثلا كست ما ينفعش امشي في الشارع مثلا اقول لي ده اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا في وسط رجاله. انا كست المفروض حد يقوم عني المكان ده. هي دي الحته اللي احنا بنقول فيها ايه، انت نزلتي عن انوثتك. انا واقفه دلوقتي بدخن صوتي عشان اتكلم مع رجاله اديهم اوردرز يعملوا حاجات. هي دي اللي انا اتنازل عن انوثتي، مش الميك اب، مش الحموم، مش الكلام ده كله. احنا بنتكلم في بوينت اكبر من كده، ان انا كست بقيت راجل. التوازن بقى الصح ان انا طالما انا دلوقتي بقيت اعرف اوازن بين ان انا ابقى راجل بره وجوه بقى اعرف اربي وابقى اسمع وطبطب وانا في عز ما انا مضغوطه جدا ودماغي بتغلي من كتر المسؤوليات وعندي مشاكل. انا اخش هنا اشد الفيشه عشان دول مالهمش دعوه. صح. هم عايزين حد يسمعهم. وفي نفس الوقت ده النجاح. ده انا بقول لك عليه. ايوه ده انا بقول لك ان انا استرجلت. انت فاهمه حاجه؟ ان انا ابقى واقفه كده لو راجل شتمني ما ينفعش اعيط. دي حقيقه. وفي نفس الوقت يعني لو لحظه حسيتي ان الرجوله دي او اللي انت بتعمليه ده اثر على اللي جوه، هتعملي ايه؟ لا ما هو انا لازم غصب انا دلوقتي كآية بقالي 4 سنين انا راجل وست غصب عني، ما عنديش اوبشن اختار، فغصب عني لازم اوازن. ممكن يحصل خلل في اوقات وده طبيعي عشان احنا كلنا بني ادمين.
هلاقي نفسي باثر سيكه، بس لازم اعمل نفسي ايه كنترول. لا تعالي في اظبطي بقى الكلام، فاهمين؟ فاهمه حاجه؟ ما هو انا برضو عشان هم اللي انا بعمله بره ده عشانهم برضو، انت فاهمه حاجه؟ ولازم هم يكونوا مدركين ده معايا. انا احنا مع بعض معلش بنتعب شويه كده عشان نعرف نعيش بشكل احسن كده، بس في الوقت احنا في حضن بعض في الاخر يعني. وانا ماما يعني، انا ماما وبابا يعني عادي، هم بابا موجود ربنا يبارك فيه يا رب وكل حاجه، بس انا الاغلب الوقت معاهم، فلازم انا اكون قويه قوي ولازم اكون حنينه وكده. صح. انا عايزه بس يعني لو هينفع ان احنا مثلا السؤال يتقال يترد على قد السؤال، عشان احنا عندنا يعني هو السؤال اصلا مش شخص هو انت ينفع تشتغلي كذا، انا عن نفسي انا ما ينفعش. لا مش هنحكي بقى عشان انا والله ما عنديش وقت. انا شايفه ان كده كده البنت تبقى شاطره قوي لو عرفت ان هي توازن ما بين الاثنين. ما ينفعش ان هي تستغنى عن انوثتها خالص، اذا كانت بقى حموم مكياج ايا كان ما ينفعش. انا بجد انا جربت الموضوع ده بسبب شغلانه الدليفري، والموضوع ده ضايقني قوي قوي. فلا لو البنت عرفت توازن ما بين الاثنين تبقى شاطره جدا جدا. انا قلت لك انا اتمنى ان انا اكون بعرف اوازن طبعا، بس للاسف انا كياسمين لحد دلوقتي الى الان انا مش عارفه اوازن. لا انا مش هقبل بصراحه، يعني انا بالنسبه لي مش هقبل بحاجه زي دي خالص، مرفوضه يعني. لان انا احب ابقى انا، ما فيش حاجه تغير بيني، اعمل اللي انا عايزاه بالشكل اللي انا عايزاه، الناس تقبلني كده او ما تقبلنيش كده، اكون زي ما انا بس. انا برضو نفس الكلام، انا الا انوستش لا يعني انا يعني ههيئ كل اللي حواليا، ههيئه على اللي انا عايزاه، لكن انوستش الا الانوثه. خش على اللي بعده. اخر سؤال معانا، كل حد يقول لو قابلتي نفسك وانت صغيره هتقولي لها ايه؟ لو قابلت نفسي وانا صغيره هطبطب عليها واقول لها ان كل ده وقته هيعدي، وان احنا مش لازم ننهار بالطريقه دي، وان كل حاجه بتعدي، والوجع بيعدي وكل حاجه بتعدي، وبقينا دلوقتي في حته كويسه وفي حته حلوه، الناس بتحبنا، ناس بتشجعنا، واقفين على ارض صلبه، بنينا اللي احنا مش كنا بنحلم بيه بس اللي ربنا عايزه، وبقينا بنحبه وبقينا بنحلم نكبره ونزوده وخلاص. يعني الدنيا كويسه دلوقتي احسن الحمد لله. والله هقول لها يا ايمان انت ليكي رزق في اسمك، وليكي رزق في نصيبك، وقوة ايمانك هي اللي هتخليكي تكملي لغاية اخر العمر، والحمد لله ان شاء الله يبقى في قوة ايمان باذن الله نابع من اسمي باذن الله. حاسه لو قابلت نفسي وانا صغيره هقول لها ان هي كانت عايشه مش عشان حاجه، ما كانش عندها هدف في اي حاجه، كانت دايما ممكن تحس ان هي مش محبوبه بالشكل الكافي. فانا هقول لها ان احنا بقينا محبوبين قوي، وبقينا في مكان كويس قوي احسن من يمكن احنا ما كناش متوقعين او حاطين ان احنا هنكون في المكان دوت. ان انت بقيتي ام جميله وحنينه، وبتحبي بناتك جدا وبتطبطبي عليهم في كل وقت، وان اللي انت بتعدي بيه دوت هيخلي منك شخص حلو قوي بعدين، الناس كلها هتاخدك قدوه. بص، هو انا وصغيره ما كانش من احلامي خالص ان انا اشتغل وابقى حاجه في شغلي، انا كل احلامي ان انا كنت ابقى ام كويسه. ف هقول لنفسي ان انا فعلا هبقى ام كويسه، ولادي كويسين، وكمان هبقى واجهه مشرفه لاولادي. فدي حاجه بالنسبه لي انا ما كنتش احلم بيها الصراحه. يعني هقول لها ما تتأثريش باللي هيحصل، عشان هيحصل حاجات كتير قوي، خليكي جامدة. هحضنها عشان هي كانت فاقدة جدا ان هي تكون تتحضن عامة، وان هي حد يطبطب عليها، ويعني كانت فاقدة حاجات كتير قوي. فهمت لما كبرت ان لا طبطبي على نفسك وكده، بس انا ساعتها بجد اللي هو هحضنها واديها كل الحنية اللي هي نقصت من عندها زمان. هقول لها اجمدي عشان ربنا شايلك حاجات حلوه قوي 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 قدام، وربنا هيعوضك كتير قوي على اللي انت شفتيه. يعني هطبطب عليها والله هطبطب عليها عشان
هي بجد كانت تستاهل ان هي يعني تكون محبوبة زمان، وتكون ان حد يحن عليها وان حد يكون في ظهرها. بس هي دلوقتي لو انا يعني انا حاسة ان كله احسن يعني. عايزه اقول انك كنتي صح لما كنتي مصدقه نفسك، انك لما كنتي بتفكري انك صاحب بالين وتلاتة وعشرة كمان، كنتي مصدقه نفسك انك هتوصلي وهتنجحي في انك تسعي اكتر. يعني مش عارفه اقول لك ايه بجد، بس انا كنت حاسه زمان ان انا هوصل، ولحد دلوقتي انا يمكن ما وصلتش ان انا احسن حد في الدنيا او احسن حاجه، بس انا عندي يقين جامد جدا ان انا هبقى حاجه حلوه قوي بجد. يعني عندي يقين من جوايا قوي ان انا اكيد هوصل، لان انا تعبت كتير قوي. بس ده انا سرحت في كلام مش عارفه ليه. احب اقول لنفسي شاطره انك كملتي، وان اخترتي الطريق اللي انت عاوزاه، ما مشيتيش ورا دماغ الناس اللي انت لازم تبقي كذا لازم تبقي كذا. ما فيش اي حد يكسر مقاديفي. بقيت اقوى من الاول بكتير، ما فيش اي حاجه اثرت فيا. لو في اي حاجه سلبيه باخدها قدامي كحاجه حلوه، بقلبها حاجه ايجابيه وبكمل. اوكي. انا هقول لها اول حاجه هقول لها اضحكي من قلبك. ضحكتك مش هبله، وافتحي بقك وانت بتضحكي عادي، الناس مش هتضحك عليكي. ما تحطيش الناس مقياس لسعادتك. انبسطي. انتي ذكيه مش غبيه. انتي رفيعه مش تخينه. انتي حلوه. حبي نفسك. ما تسمعيش الكلام السلبي اللي كان بيوجعك وانتي صغيره وكان بيعطلك فبيحسسك انك قليله، فكنتي بتسمعي اي كلام وتسلمي بيه لان انا قليله. مش من حقي احلم، لان انا كائن ضعيف كده قليل ناقص. مليانه حاجات سلبيات بنسمعها دايما. الطفل وهو صغير لما بيسمع نقد كتير قوي او حاجات، مهما سمع حلو قدام الوحش عينه هتلقط وتسمع الوحش بس. فهشجعها واقول لها انت حلوه، وبالذات موضوع الضحك ده، ولا تضحكي من قلبك، ضحكتك زي الفل، ولا هبله ولا عبيطه، زي القمر والله عادي. مش عارفه كانوا بيقولوا لي ما اضحكش ليه، بس عادي. كانوا بيقولوا لي اقفلي بقك وانت بتضحكي، فلا اقول لها افتحي بقك واضحكي عادي. انا بقى لو قابلت نفسي وانا صغيره، اول حاجه هفهمها لها ان العيله اللي انت افتقدتيها او الحنان او اي دعم كان نفسك تشوفيه وانت صغيره، انت لما كبرتي بقيتي تعمليه ده مع عيالك وبالزياده وفوق ما هم كانوا يتمنوا. يعني انا دايما جوزي والله دايما بيقول لولادي انتوا محظوظين عشان دي امكم، لاني انا بجد عشت طفوله صعبه جدا، ما اتمناش ان انا ارجع. يعني انا دايما يقول لك نفسك ترجعي صغيره، يقول لك لا انا عايزه زي ما انا دلوقتي، لاني انا قويت نفسي عن الاول كتير. اي حد بقى كان مثلا في تنمر طبعا في مدارس امك وابوكي وكانوا كلام كتير، انا ما حبيتش ولادي يعيشوا ده. فانا لو واقفه صامده وعايزه اقول لاولادي انا عشانكم، مش عايزه اقابل نفسي ابدا وانا صغيره لان هي صعبانه عليا. فانا لو قابلتها مش هعمل اي حاجه غير ان انا اخدها في حضني واطمنها واقول لها احنا بقينا احسن جدا في الوقت اللي وانت صغيره ما كانش في اي حد جنبك. انت كبرتي وبقت الناس كلها حواليك عشان ربنا شاف قد ايه انت تعبتي في حياتك، فسخر لك ناس كتير تحبك بجد. بس احنا قفلناها قفله نكد ليك انت. قفلناها قفله نكد، بس انا مبسوط بوجودي معاكم النهارده. شايف ناس قويه والله، مش ضعيفه ولا حاجه. انتوا عمالين تعيطوا كلكم، وده مش ضعف ولا حاجه، ده بس انتوا زي الفل والله كلكم حلوين جدا وكلكم شاطرين جدا، وما تخليش حاجه توقفكم خالص. عايزه اقول ان احنا كلنا بنعافر ان احنا نوصل لحاجه معينه، نجاح يعني معين، هدف معين احنا عايزين نوصل له. بس لو ما وصلناش مش أسوأ حاجه،
يعني احنا في حته كويسه، احنا كلنا في مكان كويس، احنا بنعافر، بس مش معنى ان احنا مش عارفين نوصل يبقى احنا فشله. احنا جامدين جدا وكويسين وبنعافر مع الحياه، بس مش معنى ان انا مش عارفه افتح مصنع دلوقتي فانا فاشله. لا، انا ناجحه وبصحى كل يوم. كفايه ان انا بروح شغلي كل يوم، بعمل الحاجات اللي بحبها كل يوم، بعملها بكل حب، والناس بتحبني وناس بتجيلي وناس وناس وناس. فانا مش فاشله. انا مش انا كده كده هوصل، امتى وفين وازاي مش عارفه، بس انا عندي امل ان انا هوصل. مبسوطين؟ تجربه حلوه، مش عشان قدامك الكاميرات، بجد مبسوطين؟ حسيت حاجه مختلفه؟ طيب طبعا. على الفكره اللي انت عاملها، انا متاكده ان هي كمان هتبقى حاجه حلوه قوي. واليوم ده بالنسبه لي انا مش هيعدي كده بجد والله. يمكن كنت متردده شويه ان انا اجي عشان حاسه ان الموضوع كبير عليا. يعني لما كلمتكم في التليفون واتكلمنا حسيت ان الستات المعافره يعني مش انا، يعني حد يعني يستاهل ان حد تاني يكون مكاني بصراحه. بس بجد اليوم ده مش هيعدي كده. انا متاكده ان انتوا هتكونوا الباور والطاقه اللي خلتني اطلعها النهارده في الاسئله والكلام، وان انا اشوف نفسي وانا صغيره واشوف نفسي دلوقتي. انت البرنامج او كل اللي موجودين خلتني اطلع. انا متاكده 1,000,000% ان شاء الله يعني ان الموضوع ده هيأثر فيا، هيخليني اخد شوت جامد قوي 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 الفتره اللي جايه. وانا بقول لكم من واحنا هنا، الفتره اللي جايه لو انا خدت شوت كبير جدا في حياتي انتوا هتبقوا السبب فيه. بس حاجه احنا كنا لسه بنقول قبل ما نصور ان انا وفرح كنا بنتكلم من فتره، من سنه ونص او سنتين كده، سنه ونص، ان انا كنت قاعده في اوضه، كنت قاعده في اوضه. والحمد لله انا النهارده مستقره انا وبناتي الحمد لله. يمكن مش بالشكل اللي هو، بس الحمد لله استقرينا وعندي محل. والله فانا عايزه اقول لاي واحده مكاني او مرت باللي انا مريت بيه في سن صغير. انا يعني بدات الرحله دي وانا كان عندي 24 سنه او كده، وكان معايا بنتين اللي هم بيقولوا الولاد عائق او حاجه. لا، هو انا اخدت دول في حضني، وكنت دايما باخد الخطوات وبقول بدعي ربنا دايما، ومؤمنه جدا. يعني على قد ما كانش فيه اي حاجه بتقول حتى ان انا في بني ادمين هتعرفني اصلا. كنت بقول يا رب، كنت واثقه جدا ان ربنا هيعوضني عن ده، ودايما كنت ماسكه في دول وبقول هيعوضني بيهم، وربنا عوضني بيهم حرفيا. بس فانا بحب اوجه رساله لاي ست تامن في نفسها واللي هي بتعرف تعمله وفي ربنا قبل اي حاجه. ربنا حرفيا والله بيعوض، ما بيسيبش حد بيتعب، وبيمسك في ولاده وما بيديهوش. بص، انا عايزه اقول حاجه. انا عايزه اقول ان انا اجتهدت وتعبت لغايه ما وصلت اللي انا فيه ده، بس كل اللي انا وصلت له ده بصراحه برضا امي ودعواتها ليا. يعني فعلا اكتشفت ان ما نستهونش برضا الام. كل اللي انا فيه حصل لي ده من رضا امي ودعواتها ليا الله يرحمها. انا والله رضا جوزي وولادي ووالدتي واهلي بصراحه. كل الناس اللي ساندتني بصراحه ليهم مني كل الاحترام، وربنا يبارك لهم. وده رضا ربنا عني انه خلى كل الناس الحمد لله رب العالمين. والدتي دايما تقول لي ربنا يحبب فيكي الطوب اللي على الارض، الطوب اللي ماشي على الارض، والحمد لله ربنا محبب فيا خلقه. وربنا يبارك لي في ولادي وجوزي وعيالي يا رب، ويشفي لي كريم يا رب. اللهم امين. طيب أنا بعد القعدة الحلوة دي عايزة أقول بس حاجة لكل واحدة ست وكل بنت: احلمي. يعني احنا ما تربناش، ما اتفطرناش على فكرة الحلم ده اصلا اصل الحياة. ما هو الهدف ده بدأ بحلم، فمن حق كل بني ادم يبقى عنده حلم وعنده حاجة عايز يحققها. مهما بقى حوالينا كان فيه من اعتراضات، اللي انا مصدقة بيه ومأمنة بيه وحاسة اني اقدر اعمله، لا احلمي واعمليه، وطول ما انت باصة قدام هتوصلي وتعملي اللي انت عايزاه. كلمة لا بجد عايزه اقول كلمه بجد، ان ما حدش ياخد يعني بالمظاهر، لان مش كل انسان بيطلع يضحك او محتواه كوميدي شبه يعني ان هو حياته احسن حاجه. لا بجد، الواحد اللي بيضحك كتير هو بيبقى متخزوق كتير. وتحيا مصر.
انا حابه اشكرك جدا جدا، انت مذيع يعتبر ممتاز، خلتنا نبكي ونضحك ونهزر في نفس الحلقه. يعني انت عملت كده حركات غريبه، مش اي حد يعرف يلعب بمشاعرك وانت قاعد على فكره. فانت يعني بجد انا بشكرك، بشكر كل الناس اللي كانت بتصور، بشكر الكاست كله، والمكان نفسه، المكان نفسه كويس جدا جدا. وانا مبسوطه ان دي اول تجربه مع حضرتك، لان التجربه عجبتني جدا، طلعنا كل حاجه جوانا، واتمنى ما حدش يكون زعل، اي حد لسه هيشوف الحلقه ما يكونش زعل. وبشكر كل الناس الجميله اللي كانت موجوده النهارده، في ناس كتير اعرفها وفي ناس يعني اتشرفت بمعرفتهم النهارده، فبتمنى نفضل على طول اخوات، وانا بحييك. طبعا انا مبسوطه النهارده بوجودي معاكم، وكنت مبسوطه ان انا كنت اختيار في الحلقه. مش عارفه اقول ايه غير ان الحلقه فرقت معايا جدا جدا. شفت ناس جميله جدا، شفت بنات مجتهده جدا جدا. واصلا المحتوى بتاعي الفتره اللي جايه هو ده اللي انا عايزه اركز عليه، ان البنات تكون سبورت لبعضها ويبداوا بقى، وكفايه يعني كفايه اي حد يكون متداري وهو بيعرف يعمل احسن حاجه في الدنيا. فمبسوطه طبعا من الحلقه، وانتوا اكبر داعم لينا، وانا متاكده ان اي قرار الفتره اللي جايه هاخده هيكون كله بترتيبات ربنا ان انا اكون معاكم. فانتوا سبورت بصراحه، الحلقه دي قويه جدا جدا وانا حبيتها، وشكرا لكل التيم وكل الناس، حتى المونتير والناس اللي هتبقى جامده بعد كده في الشغل يعني. شكرا. طيب انا مبسوطه اصلا ان انتوا اتاحتوا ليا الفرصه دي، ان انا قابلت كل النماذج الجميله دي، كل قصه وكل حدوته وكل ضحكه وكل ابتسامه، وكل ورا كل واحده قاعده النهارده كان في حاجه كده بتدخل على القلب على طول. بجد انا دايما اقول كده، انا بحب زي ما قالت ام كريم حبيبتنا، قالت من القلب للقلب. كل قصه وكل بنوته اتكلمت النهارده دخلت على قلبي على طول. فانا استفدت اصلا بكل يعني بخبرتي، ممكن اكون انا اكبر سنا شويه من الموجودين كان النهارده، بس انا استفدت من اصغر حد لاكبر حد. فبجد انا متشكره قوي لاتاحه الفرصه دي. بشكركم جدا جدا على الحلقه الجميله دي. انا عموما بحب الحاجات اللي فيها بودكاست اكتر، بحس ان الواحد بيطلع فيها كل حاجه. كمان الحلقه دي كانت جميله، الواحد يتكلم عن شغله وعن حياته، طلع فيها الاحاسيس والمشاعر وكل حاجه عايز يقولها، وفي اللي عيط وفي اللي حزن وكل حاجه. بس انا بشكركم جدا جدا. عامة أنا بشجع جدا الجروب ثيرابي. الجروب ثيرابي بيبقى لطيف جدا، ويعني بيبقى فيه كمية طاقة إيجابية عالية قوي، فده بيشجع ده وده بيشجع ده. يعني أنا شايفة إن بصراحة فكرة الجروب ثيرابي أو فكرة البرنامج أو فكرة الحلقة دي فهي حلوة جدا، وفعلا بتشجع أي واحد أو واحدة، مش شرط بس واحدة، لأ يعني بتشجع كله إن هو يطلع لقدام. وبجد كل القصص اللي سمعناها وكل النصايح وكل الكلام كان ملهم جدا لينا، وبشكركم جدا ان انا كنت جزء من الحلقه دي، وشرف ليا يعني. بجد الحلقة جميلة جدا، وبصراحة تستاهل عليها جايزة كبيرة جدا، يعني أكتر من جايزة اليوتيوب. أنت بصراحة يعني مذيع محترم وشاطر، وكل الناس بتحبك، وإحنا بصراحة بنحب نسمع بنتفرج على كل فيديوهاتك وكل حاجة بتعملها، وبجد هي عملت لنا دعم نفسي جامد. يعني بصراحة حسينا بتواصل كويس بيننا وبين بعض، حسينا كلنا شبه بعض. يعني انا حاسه كلهم طيبين، كلهم طيبين بجد، والله بجد بجد كلهم طيبين جدا جدا. ملهاش علاقه بالمظاهر على فكره، باللي جوه البني ادم، بس دايما الحاجه اللي بتطلع من القلب بتوصل للقلب. وبتمنى لهم كلهم يا رب يا رب يحققوا كل احلامهم، ويبقوا في منطقه تانية ان شاء الله، ونتقابل ان شاء الله السنه الجايه زي اليومين دول، يكون كل واحد فيهم حقق حلمه باذن ربنا. الحلقة كانت جميلة قوي، والناس بجد اللي معانا لذاذ جدا، والتيم نفسه اللي بيصور لذيذ جدا. بجد انا انبسطت جدا ان انا كنت معاكم النهاردة. يعني حسيت بطاقة إيجابية لذيذة، اتعرفت على ناس جميلة، تجربة أتمنى أجربها كل يوم يعني. بص انا مبسوطه جدا باللقاء بتاع النهارده، وانا كمان استفدت جدا وشحنت طاقه ايجابيه، وبصراحه الناس كلها كانوا حلوين وادوني طاقه ايجابيه كده. ومن النهارده هبدا كمان اشتغل شغل زياده هيفيد كل الناس، كل الستات كمان بالخصوص، بسبب المقابله بتاعت النهارده دي. بس شكرا ليكم قوي.
بشكرك قوي ان انت خليتني جزء من الحلقه النهارده. مبسوطه بالناس اللي انا قابلتها، في منهم انا كنت اعرفهم وفي ناس ما اعرفهمش، في منهم اكبر مني استفدت منهم كتير جدا، ومبسوطه ان انا شفتهم وان انا قعدت معاكم النهارده. وبشكرك على تعبك علشان تعمل حاجه جميله زي ديت. اكيد انا متاكده ان كلنا خارجين النهارده من هنا فرقت مع كل حد فينا في حاجه. بس فبشكركم وشكرا على اليوم الجميل دوت.